واخيرا بيرجع لينا التاني بوكو نو هيرو بالموسم الاخير بتاعه، وعلى طول من غير راحه بنخش في الحرب النهائيه وسط العنف مره واحده. فالاحداث باديه مولعه، لان يا ترى هل خطه اول مايت هتنجح ان هو يقضي على اور فور وان، وميدوريا هيعمل ايه مع شيجاراكي؟ لاننا بنشوف على طول اول مايت وهو عمال يهرب وبيحاول يتفادى كل الضربات بقدرات الفصل ايه من ضربات اول فور وان المدمره وكل اللي في دماغه. ايوه طب انا دلوقتي براوغ لازم هاجم عليه والا هيزهق ان هو بيحاربني. قال بس لا، انا هضربه الحركه الجايه. لو الضرب كل شويه ده بيخليه يتسرع ان هو يبقى اصغر، فانا معتمد على انما ده حلي الاخير. فجاه لا، ان اول فور وان قفشه على طول. قال له ايه ده؟ قعدت تضحك عليا ودلوقتي بتستخبى وتهرب مني؟ انا عارف انت بتخطط لايه بالظبط، بس ما تقلقش مش هبذل مجهود كتير عليك. المهم ان بوظ الابتسامه دي بالوجع وقام هاجم عليه بكل الاتجاهات. قام اول مايت هربان، قام التاني ضحك على اللي هو وقع فيه دلوقتي. قام على طول لقى ان هو عمل وحشين كبار يجروا وراه. قال له يا كداب، طب انت بذلت مجهود؟ قال له لا ما بذلتش، ده انا كده مقلل قوتي معاك. قعد يحاول يهرب تاني من الوحوش اللي هو جراها وراه دي. قال له فين ضحكتك؟ انت عباره بالنسبه لي دلوقتي عن كيس عظمه ماشي من غير شجاعه، بتحاول تقلد قوه الشباب، وكل اللي انت عايزه انك تحافظ على حياتك. انت راضي على كده؟ وافتكر ده بيتصور، الكل بيتفرج. رمز السلام الخاص بيهم بقى رمز العجز دلوقتي. وعلى طول قام ظهر قصاده مره واحده وهو بيهرب. قال له وانا هطفي النور اللي هم باصين لي ده، وقام ضربه على طول في مكان اصابته القديمه. هنا فيديل واقف مع نفسه. قال له انت مش فاهم فعلا يا صاحبي، انت مش فاهم. قام على طول ضربه في وشه، وقام مستخدم قدره التلج عشان يجمده خالص. قال له الناس بتضلم وبيجي غيرها اللي ينور، حتى لو انا دلوقتي النور بتاعي اتطفى هيجي حد تاني هينور بسببي، وبالتالي النور هيفضل منور العالم ده والضلمه هتختفي. وهو بيجمده خالص. ولكن على الناحيه التانيه بنشوف ان في واحد اسمه كوني، ده قاتل محترف من الناس اللي هربوا من طرطرس، قاعد عمال يقف كده وسط الجثث والناس. فبنعرف ان من وسط 32 بطل عند منطقة تنفيذ العملية اللي اتكلفوا ان هم يدمروا الاشرار، فاضل منهم بطل واحد بس ما اتهزمش، والباقي كله اتقضى عليه. والشخص ده هو اوياما. قال له دلوقتي البذور بتاعتي اللي حواليكوا دي مفروض ان هي بتزدهر على اللحمه، فتدريجيا مفروض ان انتم مش قادرين تعملوا حاجه، ودلوقتي مفيش طريقه للهروب يا خاين، لان من غير الحزام اللي خدته منك دوت سرتك دلوقتي هتطلع شعاع عشوائي. مجرد هتجهد نفسك، فبالعكس هتساعدني ان اعمل زهرة جميلة. كل حياتك كانت عبارة عن انك اتبعت الناس اتلعبت بيك والاقوى منك اتلعب بيك. من الاخر عشت عار طول عمرك. افتكر ذكرياته القديمة، وان ابوه وامه كانوا هم صغيرين كانوا بيحاولوا يدعموه اكتر واكتر. قال علشان كده قلت كده. قال له قلت حاجة؟ قال له علشان كده انا دايما فاكر العار اللي انا عشته، وعشان كده هفتكر نور اصحابي اللي اقدر اتمسك بيه، ان يكون الامل الوحيد اللي اقدر اقنع بيه الناس ان ابقى بره العار ده. قام ضارب كل اللي عنده بكل مقدرته. قال له يا سلام، يلا هتموت بحار انت كمان بالهبل اللي انت بتعمله دوت. ولكن فجأة لقينا ان الضربة دي انعكست، والبت الخفية قالت انا كنت مستنيها من زمان يا بطل. قامت ردت الضربة دي كلها بشكل مباشر في الشرير ده، قدرت ان هي تحرقه تماما. هنا اول مايت حتى لو قال الناس ان انا نوري انطفى، هفضل محافظ على التألق بتاعي عن طريق ان حد تاني هينور بسببي، وانا هحاول استلهم منه النور دوت وابذل اخر ما عندي. فما اظنش يا اول فور وان اني هخسر. فبعد ما جمده استخدم انما ان هو يضرب بكل ما عنده. بعد ما وجه بالليزر خلاه بشكل مستمر يولع فيه من غير توقف. حتى والبطاقه حتى والبطاريه بتخلص بنشوف ان هو بيقول لا ما توقفوش ضرب النار عليه لانه هيحاول يخرج وده هيتعبه اكتر. قال دلوقتي انا هحكي المعركه النهائيه لستار. عشان كده قعد يضرب عليه موجات هو كمان علشان يأذيه. قال له انت غبي، حاولت تضربني عشان تأذيني، علشان تشوف الوجع اللي بالنسبه لي، ولكن استخدمت درع في المنطقه دي. لو كنت ضربتني في وشي كنت خلصت عليا، ولكن شكرا انت انقذت حياتي دلوقتي. ولكن على طول قعد يضرب بعشوائيه عليه. قال له لا ما اقدرش اضرب طاقه اكتر من كده. قام رامي كور التلزيع عشان يفضل موجه الضربات عليه اكتر واكتر. ولكن وسط كل ده ما بيتصور
بنشوف ان في عيل على التلفزيون بيتفرج، فبيسأل جدته هو مين الشخص السوداني دوت الرفيع ده؟ قلت له والله يا ابني ما اعرف، انا مش بتابع الابطال كويس يعني. لا طب ايه اللي هيحصل لو هو كسب؟ ايه اللي هيحصل لو هو خسر؟ لقيت مش مهم، كده كده دي حرب بتاعت مدينة تانية مش هتأثر علينا قوي يعني، ما تفرق لناش. قال فهم. ولكنه بينه وبين نفسه بدأ يشجع نور المايت، بدأ يأثر فيه حتى وهو عجوز، بدأ يلهمه، بدأ يتفاعل مع البطل ده. هنا الجهاز اللي هو بيهاجم بيه بدأ ينفجر. قال لا هيركلز، قال شفت مش قلت لك الادوات ما تقدرش تتجاوز الحدود بتاعتي. قال ايه ده في ايه؟ هو بيتوهج؟ قعد يهجم عليه وهو متعصب. قال له نسيت حاجه، نسيت تضحك يا صاحبي. قام هاجم عليه مطيره مره واحده. قال له شفت مثير للشفقه انت اهو، في الاخر فقدت ضحكتك، فقدت الامل وبتزحف على الارض وانت ما عندكش حاجه غير اليأس والوجع بتألف فيه. دلوقتي انا هدمرك، انا هشوهك زي ما عملت معايا زمان. فجأة وهو بيتحرك لقى نفسه مش قادر يتحرك ويقرب منه. قال في ايه؟ انا جسمي ما بيتحركش. ولكن فجأة بنسمع صوت بعيد بيقوم قايل كلنا بننزف نفس الدم الاحمر. بنشوف انه واقف هناك بيراقب ستين قاتل الابطال. قام قال لاول مايت انت مين؟ وقام لحس الدم تاني. قال له يلا روحوا امسكوا، يلا يا اول مايت. وعلى كده بنشوف في الناحية التانية ان عند اوياما بيتفاجئ ان البت المختفية المفروض ان هي ظاهرة قصاده. فيها تستغرب قالت غريبة، الموضوع ده حصل قبل كده مرة واحدة بس، برضه في ظهور اوياما. اوياما هو انت القوة بتاعتك بتزيد؟ قال لها مش مهم، المهم دلوقتي ان احنا ندمر كل النباتات اللي بتتغذى على ابطال بره دي، لانه زي ما قال حتى لو هو مات النبات هيفضل حي. قالت طب ما ده هيأذيك، هيخلص قوتك بسرعة، انت تمام؟ قال مفيش مشكلة، كده كده النهاردة هو اخر يوم ليا في UA، فما عنديش مانع في اي حاجة تحصل. لان بنشوف في ماضي لعيل صغير اسمه اول مايت وهو بيشوف احلامه اللي نفسه فيها مع امه، وهو بيقول من هنا انا افتكرت الاصل بتاعي، كل الناس ليها الحق ان هي تحلم. لما اجي ابص دلوقتي على كل اللي انا عملته هلاقي نقط مضيئة كتير قوي، وخصوصا حاجات معينة انا متأكد انها كانت مهمة. لان في الوقت الحالي لما ستين قدر ان هو يوقف اول فور وان، ساعتها بنرجع دقايق لورا بنعرف ازاي قدر يخطط للحركة دي. لان لما سمع اول مايت بيكلم تودروكي ساعتها قال لغاية هو بعتهم هناك، يبقى هو دلوقتي بيخطط يحارب. هو انا لازم اتبع كل اثر للحرب دي واشوف كل دم ويوصل للدم يقول لا انا لازم اعرف الدم ده بتاع اول مايت ولا اور فور وان. لا مش ده مش ده، ايوه هو ده بالظبط. لحد ما لقى الانفجار الكبير قام رايح قال مهما كنت قوي يا اول فور وان لو بس لحس دمك قدرتي هتشتغل ومش تقدر تتحرك. من هنا الاتنين بدأوا يتحركوا وهما باصين لبعض. من ناحية ستين عرف ان اول مايت فهم نصيحته القديمة انه ليه الحق ان هو يقدر خلاص يريح نفسه ويرتاح ويشتغل لنفسه اخيرا، ولكنه يقدر انه يموت كبطل زي ما عاش. في نفس الوقت ستين بيعرض نفسه للخطر هو كمان، ودي كانت اخر مواجهة ما بين الاتنين. ولكن خلاص قبل الضربة ما تحصل والاتنين بيتجهوا ان هم يقضوا عليه، فجأة لقينا نافورة الدم ضربت مرة واحدة. عم باصين كده معقول غير دمه كله مرة واحدة؟ قال له ستين انا كنت عارف هتعمل ايه بالظبط، عشان كده خدت احتياطاتي من اليوم اللي هربت فيه من طرطرس وما سمعتش كلامي وانا عامل حسابي للحظة دي. قال له حتى لو خلصت من دمك. قام ماسكه على طول قبل ما يلحس دم كتير. قال له انت غبي يلا، انا بدلت حتى الاجسام المضادة، عملت دم جديد. انت فاكر انا ليه قعدت كل ده مكمل في العالم من غير ما حد يقدر عليا؟ علشان انا ما بسيبش اثر ليا. قام ضربه، قام ماسكه مطوحه وسط المدينه كلها مخلص عليه، وقام جاري وراه. هنا اول مايت ايه ده ستيل؟ لا اول فور وان انا هنا، تعالى انا. قام جاري وراه قال له وهو نايم على الارض اديني قوتك. لما فكر في الموضوع قوتك دي ساهمت بشكل كبير في نمو الاشرار حتى بتمرة نفسه، وساعتها دورك انتهى. قال لا مش هينتهي، كل حاجه بالنسبه لك مجرد دور وبيخلص، صح يا ملك الشياطين؟ هنا اول مايت جاي وهو مفزوع عمال يزعق تعالى انا. قام ستين في اخر لحظاته قام قايل انا ما اتعلمتش كتير ولكن انت علمتني شنوري ازاي اقدر اكون بطل، ازاي اعيش، عشان كده اكسب وعيش انت كل حاجه. قام على طول مضروب غرقان في دمه، خلص عليه تماما. قتل ستين قاتل الابطال وسط صدمه اول مايت لقى ان الضربه بتيجي في وشه هو كمان، ولكن لقى ان درع هيركلس بيحميه. قال ايه ده انت مش اتدمرت؟ قال ده الدرع الاخير، عشان كده يا اول مايت اهرب وعيش انت. ولكن الضربه طوحته بعيد قوي. هنا بدأ يسمع صوت
شيمورا قالت له امسك، خليك ماسك، يلا اقدر اعمل اللي تقدر عليه، لسه تقدر تكمل. قعد يقول ايه ده معلمه، انا بهلوس، انا دايما بستخدم صوره المعلمه علشان تخليني اقدر اكمل. ولكن برضه شاف وسط الهلوسه نايتو اي اللي تنبأ له من سنين ان نهايته هتكون سوداويه لو هو كمل بالشكل ده. قعد يقول لنفسه انا ما اقدرش اكمل بادوات الدعم بتاعتي ومش حاسس برجلي حتى خلاص. لكن مفكر لا، افتكر كلام ام دوريا لما قالت له لا ما تعرضش حياتك للخطر، ده انت عيش واحميه وخلي بالك منه. افتكر كلام دوريا لما قال له انا عايزك تعيش لحد ما اكمل قوتي، عيش بس لحد ما تسمعني وانا بقول انا هنا، عيش يا اول مايت. فضل يزحف باخر جزء من الدرع معاه، قال لا انا لسه ما متش، وقام ضحك ضحكته الاخيره، يلا انا هنا يا اول فور وان. ولكن اول فور وان قاعد باصص على المدرسه وعلى قلب ميدوريا وشيجاراكي وهو بيضحك. عندهم في المدرسه نسخ توايس بدات تروح، بدا يقولوا كويس الدنيا بدات تبقى كويسه. ولكن اللي شايفين الجو من بره الظابط قال لا اول فور وان بيقرب من شيجاراكي، دي مصيبه، ده دخل النطاق، ده ميدوريا من ساعه ما جه على يو ايه جايب اخره معاه انه يقدر يمسك شيجاراكي من قريب علشان ما يعملش مصايب، يا دوبك بس قادر يوقفه. مع كل ده لو اول فور وان دخل كده ممكن يشده ويجيبه جنبه، ساعتها التوازن اللي هو حتى محافظ عليه مش هنقدر ناخد بالنا منه. لكن هنا اول فور وان قايل من اللحظة اللي استخدمت فيها حقنة الترجيع ده كان الهدف، أدي نسخة من قوة التمرة وساعتها يبقى هو أنا اللي أقوى مني. حتى هنا وأول مايت بيزحف علشان يعمل أي حاجة، قال لا لسه ما الموضوع مخلصش، لو قدرت بس أقرب منه تعالى لي يا أول فور وان أنا هنا لسه. ولكن ما عادش مهتم، قال لا أنا عايز أقرب منه من غير ما ميدوريا يعمل لي حاجة. حاول يسحب شيجاراكي ناحيته، قال له تعالى انا الاخر. ولكن على طول شيجاراكي رفض الامر، قال لا ما تقفش في طريقي، قال كنت عارف بلع وعي، حس كده بقى مش مهم هروح له بنفسي. وقام على طول طاير في اتجاهه. ولكن الاول عدى على اول مايت اللي قاعد يضحك ومبسوط ان هو قرب منه. هنا عند اللي بيصوروا فجأة شافوا صدمة مرعبة، قالوا مش معقول اللي بيحصل ده شايل اول مايت. اول فور وان خلص على اول مايت، اول مايت قال له شفت اديك بمنظرك المثير للشفقة ده هتحضر بنفسك نتائج بس الامل في الجيل الشباب الجديد. هنا الشيجاراكي قال ميدوريا ايه المفروض تنقذ اول مايت يا ميدوريا. فضل ما يكتفه، قال له ايه مش هتروح له؟ لما تروح له بقى انا هدمر كل الناس اللي قعدوا يعذبوني وانت مش هنا دول. قعد يبص من بعيد، ساعتها خد باله من وضع اول مايت، فضل يفكر هو احنا مش وعدنا بعض نغير القدر بايدينا؟ قعد ماسك نفسه من العصبيه، مسك نفسه من العياط، لان دموعه دي كانت واحده من نصايح اول مايت ان هو ما يبقاش شخص بكاء. لاخر لحظه حاول يكون تلميذ صالح ليه. قال لا في اللحظه دي كان اول مايت فعلا ودع قلبه وهو مصدوم عليه مش قادر حتى يتحرك يروح ينقذه. كل اللي فاكره ذكرياته معاه لما كان بيحاول يبقى بطل من غير قوه، وهو الوحيد اللي قبله لانه مجتهد ومش هيستسلم ومش هيتخلى عن حلمه مهما حصل زيه بالظبط. قال تخلي عن حلمي. قام على طول مره واحده قال له ايوه تخلي عن حلمي ان ابقى الرمز للسلام. هنا قام خضه، قال له في ايه؟ انا ليه فاكر شيمورا لما برضه ضحت بنفسها قصاد اول مايت، قال هي كان عندها موصل عليا لكن ما كانتش قويه، ليه انا فاكرها دلوقتي ده ماتت بشكل مرعب. ولكن في اخر لحظاتها كانت قالت له اول فور وان انت هتخسر قصاد اول مايت، تخسر اكيد، عارف ليه؟ علشان تشينوري مجنون اكتر منك. حتى هنا اول مايت قال له حتى لو مت مره كمان هترجع لعيل بيزحف المره دي وخلاص. بيحاول يفجره، قال ايه ده بيحاول يموتني معاه. اول مايت قال له ايوه انا عارف بالنسبه اللي انا عشته، انا عارف ايه اللي سبته ورايا. قام على طول مدمر سلاحه الاخير، قال له انت فاكر نفسك هتموت بطل؟ هتسيبني اديك موتة الابطال تختار موتك بنفسك؟ انت غبي، اخيرا بينت لي ورقتك الرابحه. قام لاحظ دمه وسابه مشلول خالص وسط صدمة اول مايت. قال بقى انا شفت بما يكفي منك وما يكفي من رعب الابطال المصابة بتاعكم، مش هسيبك تحقق اي حاجة من اهدافك. وبالظبط دي النظرة اللي انا مستنيها على وشك من زمان، اللحظة اللي انت بتكرهها اكتر من اي حاجة، لحظة الصدمة دي. هنا خلاص قصاد العالم كله اول مايت ما عادش قادر يتحرك، حتى الجنتل كريمينال بدأ يتحرك اما على طول ضربه بالمدرسة خلاه مش قادر يتصرف. طيارات الليزر بتاعت ستار على طول قالت يلا نضرب عليه بسرعة. طب اول مايت هيتصاب مش مهم، اول مايت ده البطل اللي بتحبه ستار، هو اكيد مش هيمانع دلوقتي. ولكن حتى قبل ما يقربوا قام مدمر كل الطيارات قصاد العالم، حتى امريكا نفسها بدأت تتحسر على اللي بيحصل. الكل وقع في اليأس
ميدوريا بالعافيه قادر ان هو يمسك شيجاراكي وسط ما هو شايف دلوقتي اول مايت ممسوك والعالم كله بيتفرج على نهايه اول مايت. هما بيقولوا كده خلاص الدنيا خلصت، اول مايت خلاص هيموت. مش ممكن، لا معقول اول مايت هيتهزم في الاخر؟ ده بطلنا، ده انقذنا في مره، ده انقذني. كل باصص على اول مايت في الصدمه، الرمز المثل الاعلى اللي الكل بيسمع له، الكل بيشهد لحظه وفاته قصاد عينيهم وخلاص والكل يئس. بس دي النهايه خلاص، والكل بيقول خلاص مهما حصل بعد كده بموته دي نهايه العصر اللي احنا فيه وخلاص. هو ماسكه وبيقسمه نصين والكل بيقول حد يعمل حاجه وبيعيطوا عليه. اول مايت نفسه بدأ يقول وقفوه لأنه عايز يقسمه نصين يموته موتة بشعة وخلاص. وهو بدأ يصيبه ميدوريا حتى مش قادر يمد إيده إنه ينقذه. حد يا جدعان، حد يعمل حاجة، حد ينقذ. فجأة حصل انفجار مرعب في المدرسة. الكل بص ناحية الانفجار، لقوا إن باكوجو قام تاني في حالة الصدمة اللي هو فيها. ميدوريا بصله وكأنه الأمل الأخير في الحالة اللي هم فيها، لأن تكملة لكلام أول مايت لما بص للي وراه كان ساب حاجات كتيرة، منها مش انه ساب ميدوريا بس، ساب جيل كامل منهم باكوجو كمان متأثرين بيه. فدي زي ما هي نهاية عصر هي بداية عصر جديد، ولكن ببطلين. هنا ميدوريا باكوجو بصوا لبعض وزي ما يكون ده طوق الأمل للمعركة النهائية، ويكون الأمل الوحيد اللي ممكن يلحق أول مايت هو باكوجو عشان ميدوريا يركز مع شيجاراكي. بنشوف وسط ما خلاص الكل شايف نهاية أول مايت المأساوية، وسط ما هو بدأ ينزف وغرقان في دمه وخلاص، كل اللي في دماغه كلام نايتو آي ليه لما قال له انت لو كملت على الحال اللي انت فيه ده هتموت في بؤس ما يتوصفش حتى. ولكن وسط اللي حاصل ده الدنيا كانت شغالة، رياح الناس بتهب، وسط اللي قاعد مالوش علاقة بالموضوع وشايف يوم جميل، وسط اللي مشغولين في حياتهم اليومية وعلى جنب ممكن يكونوا بيتفرجوا على اللي بيحصل ده أو بيشجعوا من بعيد أو مالهمش علاقة. الحياة هتستمر كده مع نهاية البطل اللي حمى الناس لمدة تزيد عن 40 سنة. ولكن اللي يجمع بينهم إن أول مايت تأثيره على الكل سواء حياته مستمرة أو لأ، فهم بيشجعوا حتى لو هم دلوقتي مش متأثرين، ولكن فعلا هم مش عايزينه يموت. ممكن يكونوا بيدعوا في سرهم وسط حياتهم العادية، ده تأثير كبير عليهم. ولكن هنا باكوجو باصص وشايف الوضع الحالي بوجود ميدوريا، وفعلا العالم ممكن يتغير بقوة شخص واحد، شخص أخيرا ظهر من العدم عشان يعدل الكفة. وعلى طول قام متحرك وقام ناطط ناحية ميدوريا مرة واحدة. ميدوريا قام زائق شيجاراكي وقام ماسك في ايديه وبيحاول يقوم زقه الناحية التانية. قام على طول صاحب الترس قال له لا استنى يا عم، انت ما تشغلش الترس تاني، لو شغلته دلوقتي مش هتعرف تخلص من الارتداد، جسمك هيتشل، الاول شوف طريقة تكسب بيها. ولكن ركز جنبه ان جسم اول مايت بدأ يظهر، فاول مايت بدأ يموت فسكت، ما اثرش على اكتر من كده. وعلى طول بسرعة باكوجو قام ميدوريا قام مطيره بسرعة اكبر واكبر علشان يقدر يكمل بيها ويلحق اول مايت بطل طفولتهم الصغير. هو بينط عليهم بجنان وقام شادد شيجاراكي اللي قال له مش هيوصل في الوقت المناسب، انت عارف كده صح؟ وده بسبب ان صورة اول مايت اللي جواك دايما غامضة بس بالنسبة لك بدأت تظهر، صح؟ ده لانه عايش. وفكرة ان هي بدأت تظهر مش معناه حاجة بالنسبة لك، ده مش معناه موت الراجل اللي خلى العالم كله يحلم. دلوقتي هنرجعكم من الحلم للواقع. ولكن على طول باكوجو وهو قصاده الشرير الاعظم عمال يجري عليه بجنون، وشايف قصاده بطل طفولته اول مايت وهو رايح له بسرعه خارقه، عمال يبص شخص واحد، كل اللي محتاجينه شخص واحد، نفس الشخص ده اللي ممكن يغير المستقبل. نرجع نشوف نايتو اي في كلامه الاخير لاول مايت، قال انا كان هدفي اغير المستقبل اللي انت اتقتلت فيه، ولكني لسه مش عارف الاقي طريقه. بس ميدوريا النهارده وراني ان المستقبل ممكن يتغير، ممكن المفتاح الطاقه، ممكن دعوات الناس. رؤيتي في المستقبل ما بتتنكرش، ولكن اكيد مش ميدوريا بس، اكيد الكل عنده القدره انه يغير المستقبل اللي كل يوم بيدعوا عشانه. فوسط ما الكل دلوقتي قاعد بيدعي وبيشجع في اللقطه دي وهم شايفين نهايه اول مايت، ميدوريا نفسه وهو باصص ومش مركز، باكوجو وهو رايح بجنان افتكر حواره مع ميدوريا. قال له انت يا عم انت خدت قوه، لا وكمان اتوافق عليها من اول مايت وبتبقى اقوى كمان. طب ده ماشي، بس ليه انا
ليه انا بالذات اللي اكون سبب في نهايه اول مايت؟ وزي ما كان هو السبب في نهايه اول مايت ساعتها، هو دلوقتي الامل الوحيد انه يكفر عن الندم اللي جواه، انه يكون هو منقذه. جات له فرصه رد اعتباره وينهي الندم اللي عاش بيه فتره طويله. ومن هنا قام طاير بسرعه خارقه وقام شادد اول مايت من ايده وفرقع ايده في النص، لدرجه ان محدش قادر يشوفه، حتى اول فور وان نفسه ما عادش متخيل. وعلى طول رجعت صورته الغامضه مره تانية. افتكر انه قال ليهم ساعتها لو اعترفتوا ببعضكم كل واحد خلى التاني اقوى، هتقدروا تنقذوا ارواح كتير من الناس وتكسبوا. لكن مين كان يتخيل ان الروح اللي انقذوها هو اول مايت نفسه. هنا اول مايت مش مصدق اللي هو شايفه بعينه، قال له ايه ده باكوجو؟ قال له اكسب. ولكن هنا في هلوسات اول مايت قال الله، يعني ما كانش دي نهايه الحلم اللي انت حلمته يا نايتو اي؟ قال له لا، دي فعلا كانت هي النهايه، دي كانت نهايتك يا اول مايت، دي كانت نهايه حلمي. المستقبل اتغير، حلمك بالنسبه لي كان المفروض انتهى هناك، بس انت بعدها سبت وعد، فانت دلوقتي عليك انك تحققه. قال له تصدق انا فعلا ممكن اسيب الشعلة الناس ورايا بعد ما اموت؟ قال له اه، وده اللي بيحصل في القصص المصوره. فياتوشينوري ياجي قال له ايه، هتخلي الوهم يقول لي ايه المره دي؟ قال له انت بطل بس انت انسان برضه في نفس الوقت، فما تموتش بالسهوله دي. وعلى طول وسط كل ده الناس بتبص، ايه ده؟ ايه النور ده اول مايت؟ مش دي قدر باكوجو؟ واللي يعرف باكوجو بيشبه عليه، والباقيين بيشجعوه، واللي يشبه عليه من المهرجان الرياضي، واللي يشبه عليه من انه ده اللي اتخطف قبل كده، كل بدأ يشجع باكوجو. بعيدا عن انه رمى اول مايت على مبنى كان ممكن هو اللي يقتله نفسه، بس يعني الحمد لله. هنا فضل باصص له وهو مش مصدق ايه اللي هو شايفه ده. قال له باكوجو انت كويس؟ قال له دي جملتي انا دي بقى، ايه يا عم العجوز؟ وفجأة قعد يكح دم، ايجي شوت قام طالع من جواه. قال له دي جملتي انا كمان، اخر حاجة عملتها خليتك تكح الجلطات اللي في جسمك، يا ريت تحس انك كويس دلوقتي. وقام واقع على الارض وخلاص بدأ يموت هو كمان. قال له بص، اعضائك وعظامك المكسورة كلها انا استخدمت جسمي عشان اصلحها، فانت مش هتنهار تاني، ولكن المفروض جسمك ده ما يتحركش كتير، كل ما تتنفس جسمك هيوجعك، ده مش جسم المفروض يتحرك الصراحة. قال له عارف، ومع ذلك شكرا انك خليتني عايش. قال له لا، انا كل اللي عملته ان حافظت على جسمك، خليت القلب والرئتين يشتغلوا، ولما ما كنتش ناجح حاولت اصلح الباقي بكل حاجه عندي. لما كنت خلاص بموت بفكر انقذك ولا انقذ نفسي، لقيت انفجارات من العرق بتاعك. فلا، اللي انقذك مش انا، اللي انقذك مهارتك اللي قعدت تسكلها طول السنين دي. كل اللي عملته ان حافظت على جسمك زي ما قلت لك. هنا اول مايت مش مصدق، شايف قصاده باكوجو اللي كان بيتحداه ويقول له انا هبقى احسن منك في يوم ما، شايفه اخيرا قصاده. باكوجو قال له تعالى هنا بس، انا كنت فاكرك بتقاتل الاول فور 1، مين القعاي اللي انت بتقاتله ده؟ قال له تعالى بس، هو ده اول فور 1، هو ده، تعالى بس، تعالى بس يابا، عايزك بس اقول لك حاجه، انا مش قادر اتحرك بسبب قنيه الدم، فمعلش ينفع تجي لي لحظه؟ قام مدد له ايده، قال له اديني ايدك. بص له واداله اخر قطعه درع معاه. قال له هو ما عادش شغال، ولكن ممكن تستخدمها كدعامه. افتكر كل حاجه مر بيها عشان يخلي اول مايت يعترف بيه، وساعتها قال له يا بطل، دي الحاجه الوحيده اللي اقدر اديها لك دلوقتي، وزي ما يكون ده الاعتراف الرسمي ان اول مايت معتبره هو كمان خليفه ليه مع ميدوريا. وسط ما هو اخيرا لقى بطل طفولته بيعترف بيه، قعد يضحك اخيرا على اللي هو شايفه. ولكن اولفرون قعد يقول انا اعمل ايه دلوقتي؟ اروح اقتل اول مايت الاول؟ لا لا، هعمل ده بعدين، انا وصلت لغايه هنا، لازم اجيب اخويا الاول، عشان كده الاول لازم اخد روح شجركي. وبرضه بالكلام عن ده، انا كان المفروض هناك اتولى القياده، كان المفروض يبقى كل حاجه مضمونه. ده مضايقني مع اني عمال اضرب في حشرات وشويه حصى ملوش لازمه، ولكن ليه الدنيا قلبت لمسار مختلف؟ ليه الدنيا خرجت عن السيطره؟ ولكن هنا عم يقول لا، انا الدنيا كلها لازم تحب في صالحي. وهو بيجري بجنان ناحيه ميدوريا وشجركي، فجاه على طول قام باكوجو ظهر جنبه، قال له ولا انا الزعيم النهائي يا اول فور 1. قام بصوا وافتكر الحمل القديم لاول فور 1، وعلى طول باكوجو قام مفجره ومطوحه في الارض. قال له الراجل ده ما قدرش يمحيك، انا همحيك انا. هنا الكل هو باصص، حلو، باكوجو نجح ان هو ينقذ اول مايت. قعدوا يطمنوا على كل الوحدات، فقبضوا على معظم الأشرار، بدأوا يعالجوا الناس، بدأوا يخلوا المدرسة نفسها. فالدنيا بدأت تبقى تمام، ما عدا مناطق بسيطة لسه القتال فيها شغال، مع فقدان بعض الناس زي إريزر هيد وكوريجيري. وهنا برضو الليدي ناجان وقفت وافتكرت إن هي المعركة دي كلها معركة للإيمان بميدوريا، وهي شايفة الانفجار ده قصادها فهوقها تاني. وسط ما اول مايت قال ايه ده سريع سريع قوي. ايدي شوتو قال له ايوه، الطفل ده لما كان بيموت اخر مره وخلاص فاضل له لحظات، كان قادر ان هو يجري ويلف حوالين شجركي،
الواد ده دلوقتي بدأ يكتشف حاجة. هنا بدأ باكو يقول ايه ده، جسمي واجعني من الانفجارات، ولكن انا هستغل التأثير الإيجابي ده. بس لا، ده مش كفاية، مرة كمان مرة كمان. هنا أول فور وان فقال ايه ده، لا هتعامل معاه بعدين. قام شيجاراكي بص عليه قال له ايه ده، الراجل اللي المفروض يبقى ميت ومتدمر قام تاني زي الصرصار. يلا مش مهم، هبقى ادمره تاني بعدين مهما كان عدد المرات اللي محتاج ادمره فيها. هنا ميدوريا قاعد يقول انا حافظت بصعوبه قوي ان اسيب مسافه بيننا بالترس الرابع، ولكن ازاي اتعامل مع الجسم مع التجديد وقتل فوري، لا وكمان بيتعزز اكتر واكتر. لسه ما اعرفش، ولكن لا، بمجرد ما فعلت الترس التاني دي النهايه. مهما كان المده اللي هيبقى نشيط فيها، بمجرد ما يقف جسمي هيبقى مشلول، وبما انه متفعل فخلاص دي فعلا النهاية. وهنا الأربعة بدأوا يتحركوا مرة واحدة عشان يتخطوا حدودهم للمرة الأخيرة للقتال النهائي في الأنمي. على طول أول فور وان قام جاري من تحت الأرض عشان يلحق شيجاراكي. باكوجو قال مرة تانية بيتعامل معاه كمتفرج مش كواحد بجد. أول فور وان قال لا، لسه مش قوي بما فيه الكفاية، مش حاسس منه بضغط زي اندفار ولا دارك شادو، ممكن اتعامل معاه بعدين. ما كانش المفروض حتى قارنه بقول مايت. ما يقدرش بقى افضل اضيع في حياتي اللي فاضله دي، لازم بسرعه اتخلص من الحصاه ديت واركز مع هدفي. ولكن هنا باكوجو فهم، هو الوجع، العرق المتراكم ده اللي بينشر الوجع في جسمي، كل ما توجع اكتر هبقى اقوى. وطبعا ده مساعده ان جسمه متكسر، الالم هو اللي بينفجر. هستخدم ده، ايوه هستخدمه. وفجاه قام واقف وقام مفجر المكان كله واختفى فجاه، وزي الشيطان على طول قام ظاهر قصاد اول فور وان، صدمه نفسه. قال له ايه ده، وهو بيضحك زي المجنون من كتر الوجع. قال الله سريع قوي، مش عارف اوقفه حتى، عمال يتحرك زي المجنون، يتكسر ويتخبط. قال ايه يا ايزوكو، هو انا دلوقتي لسه بطاردك لسبب ما، انا حاسس اني ممكن اتجاوزك كمان. هنا الكل قاعد بيتفرج. ايه ده، امه بتقول عزيزي تعالى بص بس. قال لا مش قادر ابص. قال له لا لازم تبص. قال لا ده خصمه، انت عارف خصمه مين؟ قال انا عارف خصمه مين، ومع ذلك لازم تبص، لان مع ان ده خصمه هو لسه بيضحك زي ما بيضحك في الطبيعي. هنا أولفرون مستغرب ليه، هو باكجو عمال يضرب ويفرقع كل مكان. قال لا انا مش عارف، بس انا مش فاهم ليه، بس الشخص ده الحصان اللي ملهاش لازمه دي مخلينا اتعصب اكتر ما اول مايت بيخلينا اتعصب. بدا يبص في وشه اكتر وافتكر موقف قديم وهو ماسك الحمل القديم. قال له يويتشي راح خلاص يا ملك الشياطين، انت قتلت اخوك بايدك. ساعتها قعد يقول نفسه فعلا هو شبهه، عشان الكراهيه في قلبي من ساعتها ليه. انا فاكر بوضوح هو ده، لو بس ما مدش ايده لاخويا ساعتها، لو ما مدش ايده ليوتشي يا اخويا، لو ما كانش كل ده حصل. وزي ما يكون الزمن بيتغير، برضه كل ده حاصل علشان حامل قوة اخوه ميدوريا يتعاون مع الشخص اللي يقدر يشد في ايده برضه. زي ما ابتدت القصة بتنهيها وعم مفجر فيه بكل غشوميه. يعني احنا ممكن نخاف اصلا ان المدينه يدمرها باكوجو من كتر الانفجارات، ولكن امثال مطيره بعيد خالص وسط ما الكل مصدوم من القوه الخارقه اللي هو بيعملها، محدش مصدق اللي بيحصل. لكن هنا قال عشان كده الشخص اللي بكرهه اكتر من اي حد هو انت بالظبط. كل ده غلطك يا كودو. باكوجو قام قايل له ايه انت خرفت ولا ايه يا عبيط انت، انا باكوجو كاتشان. بنشوف في الماضي في وقت بعيد، مره كان في 2 معديين لقوا ست كده قاعده وحامل على الطريق. قالوا ايه ده، انت غلبانه، انت كويسه، فيكي حاجه؟ قامت راميه عليهم ازازه كده، اسكتوا بعيدوا عن هنا. ومن هنا هي كانت حامل في التوأم. اصل كل القصه اللي اتولدوا على ضفه بحر. ولكن من هنا طبعا عارفين بدايه قصتنا، بدايه من الطفل اللي ظهر وسط الناس وهو مضيء. ساعتها بدأت تقارير القوة الخارقة تظهر في كل العالم، ناس بتظهرها في سن البلوغ، ناس أول ما تتولد، ودوروا في ده لقوا إن عندهم ظواهر مجهولة خلت الدي ان ايه بتاعهم يختلف. عشان كده بدأ يحصل انقسام ما بين الناس اللي عندهم قدرات والناس اللي ما عندهمش، وده كان كفاية عشان يعزل المجتمع ويسرع الفوضى اللي هتحصل بعد كده. لأن في مرة الناس اللي ما عندهمش كانوا قاعدين مع بعض بيشوفوا أحوال الناس التانيين اللي بيمنعوا مظاهرتهم، ولكن فجأة دخل عليهم عيل صغير. قالوا ايه ده،
ده يتيم ده، يعني معلش يا ابني ولكن احنا ورانا حاجات، يلا بينا يا جدعان. ولكن قام باصص لهم وقام على طول قتلهم كلهم مره واحده بقوه غريبه كده. القوه دي اللي سرقها من امه اول ما ولدته. كان عيل مغرور من يوم ما اتولد، بيتعامل مع كل حاجه كانها ملكه. بالنسبه للناس اللي كانوش بيديله حاجه حتى لو عيط كان عنده بس ان هو يسالهم، ولكن كده كده كان بياخد اللي عايزه. وطبعا بتعدي السنين ومفروض ان هو يقعد يقتل في الناس وياخد قواهم واحد ورا التاني، لحد ما في يوم اخوه قال له لا ما تعملش كده، وده لان العناصر الغذائيه اللي في بطن امه كان هو نفسه واخدها كلها من اخوه، فده اللي خلى اخوه يتولد ضعيف. مع انه ما قدرش يديه حاجه كان معتبره كالعاده ملك، عشان كده الاخ الاكبر رفض يتخلى عن اخوه مهما حصل. هنا هم قاعدين في بيت وسط البيوت قاعدين يكلموا على ان الشق اللي ظهر ما بين اللي عندهم قدرات واللي ما عندهمش بيزيد، وده كمان من ساعه ما العيل الصغير وبقى ليه متابعين. الموضوع بدا يبقى فوضوي اكتر. قال له يا اخويا انت بتبص في ايه؟ قال له والله بتعلم القرايه ولكن مش قادر افهم الكتب الصعبه، فانا بتفرج على قصص المصوره منها انا فاهم المؤلف عايز يقول ايه، فبطل جميل اتمنى اكون زيه. لو تيجي يا اخويا تشوف. من هنا اخوه الصغير ما كانش يتخلى عنه، فتح عينه على القصص المصوره، كان عايز يصدق ان الايد اللي كانت ماسكاه وهو صغير دي بسبب اللطف من اخوه مش حب التملك. ولكن بعد 3 سنين في يوم عشوائي وهو بيقرا القصص فجاه الدنيا نورت، بص وراه لقاه بيقول وهو جاي له طاير سمعت ان مؤيدين الراجل ده وصلوا اخيرا ل10 مليون. قالوا نعم. قالوا ده غريب قوي، ده كان مجرد الاول في التسجيل، ده بيتقال ان قبل اسبوعين ما يظهر كان في 50 طفل في الهند عندهم قدرات خارقه، اشمعنى دوت يعني اللي كل الناس متابعاه؟ قال له انت مظهرك ماله؟ مظهرك غريب. قال بسبب كل ده الناس كلها بقت بتبص له، هو عرف يجمع الجمهور عشان كده قتلت وسرقت قدرته. قال له ليه؟ قال له الله في القصص المصوره صح all for one و one for all، دي جمله جميله عجبتني. الابطال دايما بيخفوا هويتهم ويقاتلوا لوحدهم، ولكن ملك الشياطين بيعمل كل حاجه علني، بيخوف الكل زي وزيك تماما. فانا عايز العالم كل حاجه فيه عشان انا كده لقيت حلمي اللي انا عايز احققه. ومن هنا ظهرت نوايا ملك الشياطين، وبتعدي السنين وبرضه بيحاول يقنعه ان هو ينضم ليه وهو سجنه ولسه عايز يمتلكه. قال له يلا العالم في حاله فوضى دلوقتي. قال له ايوه عشان كده ما تقدرش تستخدم القدرات ديت في اللي انت بتعمله، انت بس عايز ترضي نفسك. قال له يا خساره انت ما اتولدتش بقوه خارقه، ولو ما اتولدتش محدش هيسمع لك بالشكل دوت. فالاحلام عشان تصبح واقع في العالم اللي ما بيتبعش قواعد ده انا هعيد كتابه الواقع بتاعك. وبدا ينقل له القوه الخارقه. قال له انت مهم بالنسبه لي عشان كده لقيت لك قوه حتى لو ما عندكش قوه خارقه تقدر تستخدمها، وعشان كده هسميك يويتشي، انت اول واحد اديك اي حاجه، الباقي كنت باخد منه بس، يلا تعالى معايا. ولكن مع ذلك برضه رفض لحد ما جه في يوم كودو وواحد كمان مفروض ان هم جم حرروه من السجن ده وخدوه وهربوا. هنا والفرعون مستغرب، انت ليه بتمشي وتسيبني؟ انا مش اديتك قوه؟ وانت مين انت كمان اللي بتاخده مني؟ سيبه يا عم، سيب اخويا، انت ملك انا، بصلي لو انت مش ملكي. قام شده قام قطعه حتت، قضى على اخوه تماما وسط عيون الكل. هنا كودو بيقول على الرغم من انه فضل باصص في عيني وباصص في عين الشخص اللي خطف اخوه، ولكن كأن في عينه ما فيهاش نور، كأنه معمي. لكن بعد الحدث ده فضل قاعد فضل يرفض القوة اللي انا بعرضها عليه، بس قدرته اختفت، ما اقدرش ارجعها تاني. ده ما حصلش قبل كده، انا اتاكدت قبل كده ان هو ما عندوش قدرات خارقه، انا كنت فاكر اني خدت قدرته قبل ما يتولد. حتى انا عارف ان هو عنده عامل مش فعال وملوش لازمه لدرجه ان محدش اعترف بيها كقدره خارقه، ممكن بسبب سوء التغذيه، ممكن بسبب اي عامل تاني، ولكن الشيء ده معقول انه اتفعل. هنا عند الكودو قعد يعمل تحاليل. صاحبه قال له هو انت اول فور وان ما مسككش صح؟ قال له ايوه، في ايه النتيجه؟ قال له من اليوم دوت جسمك حصل فيه حاجه، انت عندك حاجتين في نفس الوقت، واحد اللي اتولدت بيه والتاني حاجه صغيره كده مش مفيده. قال له انا كنت حاسس فعلا ان في حاجه غريبه مش صح. هنا اولفور وان بدا يقول يعني انا القدره اللي اديتها له كملت اللي كان ناقص عنده، يعني اتاخدت مني. فضلوا يشوفوا ذكرياته القديمه ليوتشي وهو بيقول ما قدرتش اوقف اخويا، لو كان بس لطيف شويه
لو ما كانش بيعامل الناس كأنهم ألعاب وقطع خاصة بيه، لو كان بيراعي الناس شوية، قدرة الأخذ والعطاء اللي عنده دي كانت هتبقى شيء لطيف قوي. هنا كودو أدرك إن قدرة يويتشي لسه جواه، وأخوه أدرك إن لسه الوعي بتاعه موجود. من هنا ظهر تجبر أول فور وان، بدأ يدور في كل مكان علشان يرجع أخوه تاني. قال لو عيطت هيخافوا مني أكتر، فبقيت أتحكم في كل حاجة بيكرهوها، كل حاجة بيحبوها، أقمعهم وخليهم ملكي وخلص عليهم. لكنك دايما مهما عملت ما بتتصرفش بالطريقة اللي أنا عايزها. كل اللي كنت عايزه إن مهما مشيت وراك دايما بتتزحلق من إيديا، مش قادر أمسكك. باختلاف الأزمنة وباختلاف الحاملين دايما مش قادر ياخد القدرة دي. لكن صح، كل ده كان خطأك يا كودو. هنا باكو عمال يقول كودو، ولكن في نفس الوقت أولفرون قال لا مستحيل، أنا قضيت على النسل بتاعه ده، أنا قضيت على كل الأطفال والنساء وكل الناس القريبين منه، قضيت عليهم كلهم، مستحيل يكون حتى من نسله. لو كان من نسله كان ساعتها المفروض أحس بحاجة لما قابلته أول مرة. ولكن لا، يعني ما كانتش كده، ده مجرد تشابه، ولكن أكيد في وعي متشابه ما بينهم. عشان كده بدأ يجهز قوته كلها، ده وقف لي في طريقي. بس لا، حتى لو استخدمت قوتي كلها عشان أبعده بالقوة، لسه عندي هنا أول مايت القريب، وعندي التمرة. ما اقدرش استحمل القتال التاني واخلي جسمي يبقى اصغر. حتى لو وصلت للتمرة هو رفضني فعلا، فهيحصل تصادم بيني وبينه. عشان كده عشان يحصل النقل لازم اكون عندي شوية قوة. ولكن لا، مفيش مشكلة، سواء ده بقتلك او من غير او ايا كان، لازم اوصل للهدف بتاعي. هعمل كل حاجة مرة واحدة. فجأة يويتشي هسأل بس جاي، قام مستخدم العامل الشامل اول فور وان، قام مستخدم كل القدرات اللي عنده مره واحده. قال بس هستخدم قدرتي بالعافيه، قام مستخدم قدره تدمر كل حاجه تقابله في طريقه، تنحيها. وبعدين ايه ده بيستخدم كل حاجه للدفع، عايز يخلص كل اهدافه مره واحده. اول ما يتقال ايه ده اتجنن، ده كده هيرجع كطفل، هو بيراهن بكل حاجه مره واحده. باكو قال ايه ده غبي ده ولا ايه؟ فعلا مفيش طريقه اكسب قصاد الشيء ده، لكن انا دايما هستخدم كل حاجه عشان اوصل للقمه. بس انا مش هقف في طريقك بعد كده يا ميدوريا. مشغل قدرته او جاهز ان هو يشغل قدرته وسط ما اقول ما بيصرخ ما تقفش قصاده، ابعد بعيد. هتقول لا من فضلك انفجر، من فضلك انفجر. فجأة وسط صريخ اول مايت بقه احد ينفجر بالشكل اللي خلى القوة الغريبة دي تقف. قال ايه ده في ايه؟ هو ما عملش حاجة، مش باين انه عمل حاجة. ايه اللي حصل؟ هنا باكوجو قام قايل بس عشان القدرة كانت هتضعف بسبب المطر، ده اللي خلاني اغطي العرق بتاعي بقدرات الندى، وقدرت يعني اقربها منك عشان تنفجر في الوقت المناسب. قال ايه ده؟ هو حط في بق العرق بتاعه من ساعتها. اما قرب منه قال له مش محتاج غير قدرة واحدة بس، طول حياتي ما اتمدحتش عشان عن موهبتي. وهنا افتكر ان اول مايت قال له كل ما يتهاجم ويتضرر جسمه هيصغر اكتر واكتر. قال لا بسيطة، هستخدم القوة دي كمان مرة، دي قصتي انا، ابعد عن طريقي يا عم زيادة انت. هنا باكو مفجر كل حاجة معاه، اتغاشم على ملك الشياطين، فجر كل حاجة بأكبر ضرر يقدر يعمله بشكل مستمر وسط صدمة الكل من درجة الانفجارات دي، وسط الانفجارات الرهيبة اللي هو بيضربها. الفرانو مستغرب في ايه، انا مش قادر اتصرف شوية، انا مش ممكن كل حاجة بتنفجر مرة واحدة، ازاي مش قادر اتصرف؟ هل ده عشان جسمي بقى اصغر، عشان بقيت اضعف؟ ولكن ظهر في ذكرياته هوكس قال له انت الكراهية سيطرت عليك، وده اللي مخلي سيطرتك ضعيف. شفت، ده لقاء المعجبين اللي خدت قدراتهم صح، ولكن باين ان شيجاراكي هو اللي بلع قوتك مش العكس. هنا جسمه بدأ يتكسر من الانفجارات. قام باكوجو قام ماسكه اخر قدرة انفجارات عنده، قال له لا دي مش قصتك، دي قصتنا احنا. حتى جسمي ده ما اقدرش اقول انه ملكي، حتى اني عايش مش ملكي، انا ما اقدرش اكسب لوحدي. قام فجر فيه انفجار كبير مرة واحدة بشكل مباشر. هنا اول ما يتقال بس الانفجار ده مثل كل الاحباط اللي حس بيه. المرة دي اقول فور وان دي نهايتك بجد. هنا وهو خلاص محدش قادر، قال لا لسه عندي امل، هنقل قدرتي لشيجاراكي وهقويه، هتحكم في العقليه بتاعته، اكيد ما استخدمش الورقه الرابحه لسه بتاعته، اكيد عندي فرصه ان اكسب. لا ساعتها اقدر ارجع اخويا، اقدر اسرق كل حاجه. يوتشي انا همتلكك برضه. لحد اخر لحظه لسه في دماغه الامتلاك، لحد اخر لحظه رافض ان يكون في حد مش باصص له، عايز يكون محور الانتباه. ازاي ان في حد رفضه لكنه بالشكل ده رجع كعيل صغير بيعبي. قام باكوجو وقف قصاده قال انت لسه ما اختفتش. ولكن هنا باكوجو ما عادش قادر يتحرك، قال لا ما عادش عندي قوه، يا دوبك قادر اقف، حتى مش قادر يتكلم. اكيد لو وقعت خلاص مش هيحصل حاجه. طبعا لو كان وقع كان خد قوته وقام قايم تاني عادي، ولكن افتكر لا لازم افضل واقف لحد اخر لحظه. هنا فضل باصص له قال له لا لازم احقق نصر مطلق. قام ضارب ضربه اخيره، ولكن قام ماسكها وقام مفجرها هي كمان.
هنا مايل لا 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 لا، مش قادر اتحكم بمشاعري. فضل ينحرق وينحرق ويرجع لقبل ما يتولد. حتى هنا كأن القدرات المسروقة بترجع لأصحابها تاني. هل ده حلم؟ ولكنها حاجة صعبة تحصل، ولكن المستحيل بيتحقق، والشيطان اللي رعب الناس لسنين وسنين أخيرا بيتقطع عليه. هنا باكوجو بيحاول يقف في الوقفة الشهيرة لأول مايت، ولكن رجله ما عادتش شايلاه، قام وقع على الأرض. قال يا خسارة، كنت عايز أقف الوقفة المشهورة، ولكن إيزوكو أنا واثق فيك، أنت تقدر تعملها يا إيزوكو. وده لأن بنرجع فترة لورا قبل كام يوم من بداية الحرب، بنشوف إن بيستي جينيوس مفروض إن هو بيقول لهم الخطة. ودلوقتي مبدئيا لازم نخلي شيجاراكي بعيد عن الأرض، لو قربنا من الأرض ممكن يدمر كل حاجة. وده لأنها مسألة هدف موحد. يعني إحنا بنحمي إيه؟ إحنا عايزين حتى لما نكسب نلاقي مستقبل نعيش فيه. الفكرة بس مش إننا نحمي المباني، المباني بتتبنى زي ما اخترنا كده الحي اللي هيقاتل فيه دابي. طبعا أهدافنا الأولية إن إحنا نحمي الناس. المشكلة الكبيرة في الفوضى اللي في دماغ شيجاراكي. بالعكس، ده أحسن لنا لو أول فور وان هو اللي مسك شيجاراكي أصلا. باكوجو قام قايل فعلا شيجاراكي لو هو اللي مسك القوة كلها هيبقى أخطر بكتير بلا شك. قال بالظبط. فلما الحقد والقوة يتجمعوا مع شيجاراكي ممكن عطشه للتدمير ده يدمر الكوكب بذات نفسه. احنا ممكن نفكر بعد كده ايه اللي ممكن نعمله بعد المعركة. احنا ممكن ما نلاقيش مكان اصلا لينا حتى لو كسبنا. عشان كده لازم لما نكسب يكون لينا اساس ندافع عنه. عشان كده اللي هندافع عنه هو المستقبل. ولكن في الوقت الحالي والكل بيتفرج والدنيا بتغرق، اللي يقول يا المكان ده احنا معانا من اجدادنا دلوقتي اتدمر. وهم ميدوريا اللي بتشوف ابنها الوحيد وعيلتها الوحيده وهي عماله تعيط على اللي هو فيه، في نفس الوقت اللي شيجاراكي عمال يدمر فيه الارض يغرقها تحت الارض. بيقول ايوه همحي المنطقه في لمح البصر. مش مجرد بس اني هشيل المباني، لا انا هوجه المحلال بتاعي لمركز الكره الارضيه، ابادي المنطقه كلها تحت الارض في ثواني. وقام قايل لميدوريا ده معنى ان امحي كل حاجه، ما اسيبش اي امل في النهوض تاني حتى لو خسرت. ده مجنون ملوش تفسير تاني. الراجل ده مجنون عايز يدمر كل حاجه. اما على طول ميدوريا قام ضربه. قال كويس، انا استخدمت دلوقتي تغيير الترس كل حاجه، قدرت اتحول لهجوم. لازم بس الاقي طريقه ازاي اقدر اتعامل مع الشخص ده. فجاه قام شيجاراكي حس ان اول فران مات. قال ايه ده؟ المعلم مات. يا خساره، كان المفروض من الاول ادمر الشيء اللي خلص عليه ده. ولكن انا ممتن ليه لانه خلاني اقوى، ودلوقتي اقدر اجري سرعه الشيء ده. اما قرب منه لامس وشه. هنا قام فجاه صوابعه مقطعه. قال له ايه ده؟ لسه عندك سرعه تقطع صوابعي؟ ولكن قام على طول حد قال له شينيموري حصل الخطر اللي عندك. ومن هنا بنرجع ثواني لورا بنشوف ايه اللي حصل بعد تدمير اول فور وان. كلهم خلاص قالوا تمام، ولكن زي ما احنا هدفنا على الوريث بتاعنا ان احنا نقضي على شيجاراكي، ده هدفنا الوحيد حاليا. ولكن شينيموري على طول حس بخطر. قال لهم يا جدعان، وقام زيهم كلهم وقام مضحي بنفسه. قال خلي بالكم من التاسع. وقام مخطوف. من هنا قال له شينيموري حاسه الخطر اتخذت منك. قام شيجاراكي قال ايه ده؟ القوه اللي توارثتها الاجيال وصلت لي، القوه اللي عذبت المعلم في ايدي دلوقتي. يلا انا مش مهووس بيها زيه، لكن ما تضرش هاخدها، ده لو معناه اني اقدر اخلص عليك. هنا فعلا مكانه بدأ يتدمر لانه دخل بالقوه واخد القوه دي على طول. ام ميدوريا قدر يستخدم كل اللي هو عايزه بالترس وقعد يهجم عليه، ولكن شيجاراكي تفادى كل ضرباته. قال له فعلا عرفت دلوقتي ازاي قدرت تصمد قصادي كل ده. ميدوريا قال ايه ده بيستخدم حاسه الخطر ضدي. قام باصص له قال له انت اكبر عقبه في طريقي، عشان كده هخلص عليك الاول. قام ضربه. قام ميدوريا قام حامي نفسه بالصوت. قال له ايه ده لسه بتعاملني كانسان؟ قعد يهجم عليه والتاني بيدافع. انا مش هقول اني ما لاحظتش الدموع بتاعتك، ولكن ده لسه اللي في دماغك يا ميدوريا. بص كويس، انا مش الشخص اللي انت متعود عليه. يعني هو كان يلاقيك دكتور في جامعه، ما هو من الاول انت مجرم بالنسبه له يعني. قام مطيره بعيد قوي. قام ميدوريا قال كويس، انا لو حط نفسي بالصوت الاسود على الاقل اقدر امنع الهجمات الخطيره. فجاه لقى القناع بتاعه اتكسر. قال القناع اللي جابه لي اول مايت. قام التاني قال له بص، يعني انت لسه لابسه اصلا، انا عارف ان انت كنت اللي عايزه انك تتنفس كويس وسط الامواج دي، ولكن انت اهو وصلك لجبل فوجي، انت قريب جدا منه. الترس ممكن يخلص في اي لحظه. كل اللي اتاخد منك كان ميزه واحده، وكده كده قدراتك الجسمانيه كلها والتعزيز موجود في قدره وان فور وول الاصليه. قام صاحب قدره الدخان. الله، طب مش الاحسن ان هو يهرب لغايه قادر؟ قال له نعم.
قال له ايوه احنا هربنا قبل كده عشان احنا عندنا حاسه الخطر، ولكن المره الجايه لو اخذ القوه دي كلها مننا هنتصرف ازاي؟ محدش مننا ممكن يعيش. قام شجرك قال شايفك يا شبح المره دي ايه كنتوا بتتناقشوا ازاي تهربوا؟ ولكن على طول قام لامس الارض بدا يدمرها. قال انتوا هربتوا قبل كده وزدتم قوه، عشان كده هسحقكم في المكان ده وهمحي اي مكان تقدروا تستخبوا فيه، وده المستقبل اللي انا رسمه، ده اللي سبينر كان عايز يشوفه. وبعد ما هخلص على كل ده هغرق ومدمر الدنيا كلها حواليه. قام الحامل قال له ايه ده؟ الراجل ده جابك عن هنا عن عمد، لو المحلال ده وصل لجبل فوجي البركان بتاعه هينفجر. هنا قاعد يبص والورثه كلهم يقولوا ايه ده؟ الراجل ده مستحيل يكون وارث له اول فور 1، الراجل ده بيستمتع بالتدمير، ده اخطر بكتير. اما على طول مدير قال لا، لسه بشكل ما كل شيء متصل ببعضه، في مكان ما في اعماقك انت لسه انسان. قام على طول مجمع القوه بايده. انا استخدمت الصوت والتعزيز علشان اقدر اشد عضلاتي، علشان اقدر اضرب ضربات الهوائيه دي كويس. قام ضرب على طول سماش، عملت عاصفه هوائيه طيرته بعيد. شيرك قال له ايه ده؟ انت في عز قوتك يا ميدوريا. قال ايه ده؟ ده اطاح بيا وجزء كافي من الارض كمان عشان يوقف الاضمحلال. فكره ممكن يضاعف اضمحلالي، ولكن ده مجرد حل مؤقت، هلمسك مره والتانيه عشان محل المنطقه ديت. قام على طول لقى دخان وما بيمشيش. قال ايه ده؟ قام على طول ميدوريا محاصره من كل مكان، حاول يهجم عليه ولكن برضه بيتفادى. قام على طول ظهر من فيه وقام ضرب قطع ايدي مره كمان، وقام مستخبي وسط الدخان مره تانية. قال كويس انا طبقت الدرس على الدخان، دلوقتي الدخان ده ابطا ان هو يمشي، لو حجبت مجال الرؤيه افضل استفزه ان هو يستخدم حاسه الخطر، وانا جربت قبل كده خطوره استخدام الحاسه دي بشكل مطول قصاد ليدي ناجن. قام صاحب الدخان قال له ايه ده؟ انت بتعمل كل ده عشان تخزن القوه؟ ولكن يا عم التاسع شجراكي يقدر يحدد مكانك بطريقه البحث، وفعلا قدر يحدد منطقته. قام ضارب عليه قال له انت فاكرني اعمى؟ زي ما انت عارف انا ولا اعمى عن موقعك ولا عن نقط ضعفك، انت حتى مش عارف تاخد نفسك معايا. وهنا مفعول الترس راح والارتداد بدأ هو اللي يبقى ظاهر. قام اتجدد تاني عادي وقال له انت ولا تنفع تستخدم الهجمات العشوائيه دي ولا التعزيز اللي باين على ايدك من كتر اللي انت عمال تعمله في عضلات، بس باين انه صعب يا ميدوريا ان يكون على كتفك الكتير قوي علشان تحميه بالشكل ده. قال له لا، ده مش معناه اني هتخلى عن العيل اللي بيعيط قصادي ده. وقام ناطط تاني عشان يهجم عليه لكن كالعاده تفاداها. قال له البشر عشان يفسروا العالم من منظورهم الضيق وعشان يسهلوا حياتهم بيدوا مبررات لكل حاجة ما يقدروش يفهموها. انت مجرد عايز تحبسني في قفص مجرد من وجهة نظرك، ولكن انت شايف صح زي ما انا شايف اللي انت كلمهم، انت شايف اللي جوايا. بص كويس، الطفل اللي بيعيط قصادك ده انا تجاوزته، الطفل ده وسع مداركه عشان يبقى انا، ودلوقتي مفيش حاجه توقفني. هنا شيمورا افتكرت اهداف ميدوريا في انه ينقذه وخلاص. قالت له خلاص سيبك من الموضوع ده، بعض الارواح ما ينفعش ننقذها ميدوريا، الراجل ده اكتر واحد فلسفتك ما تنفعش معاه، مش لازم تتجاوزه، مش لازم تثبت حاجه عليه، اضربه باكبر قوه عشان تدمره من غير اثر وخلاص. لا، لو هو فعلا مش متمسك بالماضي ده ما كانش قاعد يذكره مره والتانيه، هو مجرد بيعمل ستاره عليه بالناس اللي بينقذهم وبالناس اللي بيدمرهم. هو لو مش مهتم فعلا بالموضوع دوت زي ما بيقول ما كانش هيقعد يذكره ويأكد عليه مره والتانيه. عشان كده لغايه ما دمر الستاره دي مش هبطل اقعد اضرب فيه. اما التاني قال عشان كده من الاول عرضت الموضوع، هل المفروض كنا نسلم كل حاجه في ايدي تاسع بالمبدا بتاعه ده؟ لكن انا راقبته بما فيه الكفايه عشان ابقى فاهم ده اللي بيعتمد عليه الواد ده اصلا. حتى وهو ما كانش عنده ميزه، هو دايما كان عنده قلب شايف الناس، شايف جوهرهم. ولكن هنا يجي مشاور على حاجه عن مصدوم. قال لا تصدق الموضوع ممكن يتحاول فعلا، انا هحاول بكل حاجه عليك انت يا التاسع. عشان كده تخلى عن one for all، كأن ستاران سترايب وجهت رسالة لأول مايت، قالت له في شق هنا، في عيل حزين هنا ممكن تستغل الثغرة دي. هنا ايجي شوتو بيحاول يفوق اول مايت، قال له لا ما تنامش، لو نمت ممكن تموت فيها، خليك فايق، وخصوصا ان احنا ما عندناش اتصالات، مش عارفين دلوقتي اكيد ميدوريا بيقاتل لسه. الغريبة انا حاسس باحساس غريب مع انه المفروض يكون بعيد عني، ولكن القوة اللي صقلناها على مدار اجيال دي تاني مرة احس ان كل حاجة بتتلاشى خلاص. هنا على طول قام شجرك مطير ميدوريا مرة كمان. قال ايه ده؟ انا ليه طيرته بقوة ستراب؟ انا افتكرت انها اتدمرت، لسه عندك ارادة. هنا ميدوريا ما عادش قادر يتنفس، بقى واقع على الارض. قال له تقصد ايه يا عم التاني؟ اتخلى عن وان فور اول. قال له مبدئيا وطي صوتك عشان هيسمعك. شايف الكتله اللي في بطن شجراكي دي اللي فيها الروح بتاعته كلها، ذكرياته وكل حاجه هو حاول يحبسها كلها بقت في كيان واحد، زي ما تقولي ان هي دي عزيمته. ولكن يجي لقى ثغره، دي غالبا ندبه عملتها ستار، هو نفسه بالتجدد مش قادر ان هو يعالجها، زي ما تكون ندبه في روحه. قال له وده علاقته ايه
وان فور اول. قال ان شيجاراكي وصل لقوه مفرطه، لو فضلنا قوه قصاد قوه مش هنعيش، مفيش امل، عشان كده هنهاجمه من جوه، هنغرس وان فور اول جوه الجرح ده ونفتحه عافيه، وبالتالي مش هيقدر يقاوم. قال ننقله نغرسه. انت بتقول ايه؟ اما بتاع الدخان قال له انت بتقول ايه يا عم؟ انت واعي؟ انت بتقول ايه؟ لو انت اديت له القوه دي هيستخدمها ببساطه زي ما حصل مع شينيموري. قال له لا، وسع منظورك لكلمه نقل. قال ايه ده؟ تاني بيتكلم مثال سهل. لو واحد صاحبك اللي انت بتتكلم عليه اللي بتحبه ده اداك حاجه، بيديها لك ازاي؟ بيرميها في وشك، صح؟ فممكن يرميها في وشك لدرجه انك تتكسر وما تعرفش تستخدمها. ده بالظبط اللي عايزين نعمله. مفيش ضمان، ولكن عايز ارمي له القوه دي في وشه كده. قال له بس انا ممكن نستخدم القوه دي ونجرب عليا اولا لغايه اخد شينيموري، فاكيد في طريقه للنقل الجزئي، احنا مجرد عوامل ثقلت عبر الزمن، فلو اديتني بقوه ساحقه ليه هقدر اهجم عليه وممكن كمان ما يقدرش يستخدمني. قال له انت عايز تجرب الموضوع؟ طب جربه عليا، انا الدخان مش هفيد بحاجه، انت الترس، انت ممكن تكون اهم واحد في القتال ده. قال له لا، انا اللي هروح الاول يا عم، الترس مهم. لو شيجاراكي قال له بص، لو التسع ما اتحركش دلوقتي هيموت، بمجرد ما يخلص مني هيقدر يخلص من الارتداد ويقدر يتحرك ويتنفس تاني. وفي نفس الطريقه لو شيجاراكي استخدمني الارتداد هيضره هو وهيبقى هو اللي مش قادر يتنفس. قام مساعده قال له ماشي، انا دايما بسمع كلامك يا زعيم، ولكن المره دي المخاطره كبيره قوي. قال له عشان كده هو رهان، احنا ياما عشنا في ازمنه قياسيه وحاجات عانينا فيها، حاجات محدش يتخيلها، وعارف ان ده اكبر رهان فيهم، عشان كده عايز أأمن بالواد ده إن هو على حق. هنا وهو بيحاول يقوم وسط كل ده ويعزز قوته، قام شومر قالت ياه، مع كل اللي بيحصل ده ما طمعش في القوة ولا حتى خاف إن هو يموت مهما كانت المهمة اللي بيواجهها كانت صعبة. يا تشينوري، بعد الزمن ده كله جبت عيل معتبر القوة اللي اديتها له إن هو كنز ثمين، واخده من البطل اللي بيشكره وبيفخر بيه أكتر من أي حاجة في الدنيا. قام التاني قال له بانجو أنت بالذات خليك معاه، لأن هو محتاج الصوت الأسود ده أكتر من أي حاجة، وأيوتشي معتمدين عليه. قال له أكيد يا بطلي. ودلوقتي يا ميدوريا قرارك إيه؟ قام قايم وقام عزز كل جسمه وقام قايل هعملها. قام عزز كل جسمه ومستخدم كل القوة مرة واحدة. شيجاراكي حاول يهجم عليه ويقول له ايه ده انتوا بتعملوا ايه بالظبط؟ اما على طول مقطع ايده للمره المليون تقريبا، وبقى شكله غريب قوي، معزز كل نقطه في جسمه. قال له ايه ده؟ انت مش باين عليك انك بطل خالص بالشكل اللي انت فيه ده. وهو في ايديه حاطط قدرات اللي ممكن يرميها له عافيه بعد ما اتخذ شكله المرعب اللي مفاجئ حتى الابطال. ايه ده شادد جسمه كله بالصوت، ده بيخلي جسمه يتحرك بالعافيه. ايه الطريقه المجنونه اللي هو بيستخدمها دي؟ ده فكره محدش استخدمها قبل كده في المعركه. قام التاني قال ولكن هتنجح. هو دايما كان عارف ان القوه دي مش بهرجه، هو عايز يعمل بيها اي حاجه علشان ينقذ الناس. ده مش حس الواجب اللي بيخليه يتوهج بالشكل دوت، ولكن بسبب الاعجاب اللي بيحس بيه تجاه المميزات بشكل عام هو اللي بيخليه يضحي كده ويستخدمهم. هنا ميدوري قاعد يقول لنفسه لازم دلوقتي اتفوق على شيجاراكي من غير ما استخدم الترس وازق التاني جواه. دي مخاطره ولكن لازم اعملها، وعشان انقل وان فور اول لازم ادخل جزء من الدي ان ايه بتاعي جواه عن قصد. افتكر كلام اول مايت قبل كده، قال مش مهم لغايه بتستقبل الدي ان ايه بتاعه والاذن الحامل بتاعه يكون موجود، ولكن برضه يمكن تنقلها بالعافيه. هنا كودو بيقول انا وبروس حطينا النظريه واثبتناها. ياه، بيرجع لنا الذكريات ده حتى بعد ما متنا فضلنا دايما ملتزمين بالواجب بتاعنا. هنا ميدوريا قام قايل ايوه هدخل شويه من دمي للجرح المفتوح ده، لكن شيجاراكي بيساعد نفسه ان هو يعالج اي ضرر، ما اقدرش اسيبه غير في اللحظه بتاعت الاصطدام دي، لازم انقل فيها. ياه، حاسس ان انا هيغمى عليا من قوه الارتداد، لازم اتاكد ان اصيبه صح. ولكن هنا شيجاراكي بيقول في الهجوم الاخير ده حسيت باحساس مشؤوم، قبل ما يلمسني قمت قاطع ايديا بنفسي. حسيت انه لو لمسني هيكون مخبي حاجه، هو جسمه مش متقطع، مش قادر يتنفس. في العاده الناس العاديه بيعملوا الحركات دي عشان يبقوا على قيد الحياه، لكن الناس العاديه مش انت. طيب هدمر كل حاجه تاني وتاني وتاني، انت والبلد واي حد. اما على طول هاجمين على بعض هما الاتنين وكل واحد في نيته سواء النقل او القتل. هنا قام مشغل الدخان مره كمان. قال له ايه ده بيشغل الدخان ليه؟ ده هو عارف ان هو هيعرف مكانه. قال كل اللي انا محتاجه افعل الاضمحلال بس. قام لامس الارض. قال بس خلاص كده عليك انك تحمي كل حاجه. فجاه لقى ان الارض بتقوم بيه وان ميدوريا كان حاطط حسابه وقام رافع الارض بالصوت.
قال ايه ده؟ قطع الارض عشان يمنع الدنيا من الانتشار؟ امتى اصلا استولى على الارض دي وتحكم فيها؟ قام صاحب الصوت قال ايه ده؟ في اللحظه اللي كان طاير فيها بعيد قعد يحط الصوت تحت الارض، كان عامل حسابه الحركه بعد كده هتحصل، بيجهز بقاله كل ده. شجرك قال ايه ده؟ دي الحركه دي اللي استخدموها للمحلال قبل كده عشان يمنعوه على المدرسه. ثانيه في خطر، قام باصص وراه، قام ماسك لا ايه ده؟ دي هدومه بس، ده كل حاجه ازاي شايفه؟ ايه ده؟ ده زي الطعم اللي استخدمه قصاد ليدي نجم. لكن ثانيه البحث بتاعه اشتغل. قال ايه ده؟ حته دم، انا بتفاعل مع الدم بتاعه، بس ده مش ميدوريا. طب هو فين؟ لو كده اما على طول ميدوريا ظهر له، قال له خلاص فات الاوان. وقام قايل في نفسه البحث بيظهر لك الناس اللي انت شفتها، وانت شفت الاشباح. راهنت على المبدأ ده بما اني كده كده ناوي انقل، وبالتالي حطيت لك الدي ان ايه اللي عليه التاني، واستغلت القدره دي عشان اقدر اعمل هجوم مفاجئ هنا. والكل مصدوم من قدرات التاسع وذكائه من غير تردد واستمع. جسم شجركي بيرفض اللي بيحصل، قام على طول ميدوريا ضربه الضربه دي، نقل للتاني. وهو بيتنقل قال انا ما كنتش مجرد اكتر من طيف في الماضي، الوعي بتاعها هيوصل قبل ما هو حتى يقدر يستولى عليا. هنا هو بدأ يتضرر، بدأ يظهر حاجات غريبة. فجأة ظهر تابي وتوجا كأنهم بيتكلموا لشجركي. ايه ده؟ شكلك مقرف وانت قريب، انت بقى اللي جايبينه؟ طب ينفع نبقى اصحاب؟ ميدوري قال ايه ده؟ فجأة شاف شجركي قصاده في ذكريات القتال، قصاده سبينر. الله، في ايه؟ انا في المهرجان ايه هو الذكر؟ في ايه اللي بيحصل؟ ايه الذكريات اللي دخلت في بعضها؟ يوتش قال ذكرياتهم بتتداخل. التاسع خلي بالك الخطة بتنجح، التاني نجح، لكن ده مش كفاية لسه، كمل على النمط ده. حاول يهجم عليه مرة تانية والذكريات بتاعت الاتنين داخلة في بعض. نيتشه قال ايوه، ان الذكريات تخش في بعضها ده كان فعلا التجاوب ما بين العامل بتاعي والعامل بتاع اخويا. فعلا الدنيا شغاله بشكل كويس، ده كان العامل اللي دايما مانع اخويا ان هو ياخد القوه بتاعتي. ومن هنا كلهم جهز ان هم خلاص يتنقلوا لشجركي، وميدوريا جهز الضربه بتاعته عشان ينقل كل حاجه، وقام ضربه ضربه كمان. لكن لقوا ان الشجركي المره دي رفض النقل. قال ايه ده؟ هو رفض وان فور اول؟ هو انا ضريته ولكن ده صدنا. قام بتاع الصوت قال له ايوه، لا هو فعلا عنده القدره ان هو يسرقنا، يبقى عنده القدره في الرفض برضه. يعني يا دوب التاني نجح، ده يفسر الضرر. عم دوريا قال ايوه، يعني بمعنى تاني ما خلصناش المهمه بالكامل. يا ريت كنت اقدر اخلص عن طريق الصوابع، ولكني حاولت وانا بضرب، لا لازم اضربه عند صدره تاني، الباقي ده مش مفيد. لكن بدأ يشوف ذكرى غريبة لما اول فور وان ماسك شجركي وهو عيل. قال ايه ده من طفولة شجركي دي، لكن احنا بنقرب، الموضوع كله مش على الفاضي. بكده انا هكرر تاني وتاني. ولكن في الوقت ده قربت الكاميرات علشان تبث الحدث. لابرافا بدأت تنقل الحدث. قالت انا لازم احط عيني على الواد ده الواد اللي خلى حبيبي يخش السجن، ولسبب ما من ساعة ما دخل السجن وهو بقى احسن، عشان كده لازم اساعده. في نفس الوقت اللي مدرسة يو بتنزل اخيرا على البحر وبيبتدوا ان هم يثبتوها ويعملوا اخلاء، هو جنتل كريمنال كمان بيساعده. الناس بدأت تنزل لحد ما طالب البث بص في موبايله. قال ايه ده؟ ايه المنظر المرعب ده؟ هنا على الشاشة والقتال معروض. قالوا ايه المنظر ده؟ ايد ده وحش ده ولا ايه؟ قامت ايري على طول جاريه. قام بطل رقم 10 قال لها انت رايحه فين؟ يا ايري تعالي هنا، انا هروح لديكو، ده ديكو اللي هناك ده. ايوه بس ده كذا 100 كيلو بعيد عننا. ايوه بس هروح بنفس الوسيله اللي جيت بيها. قال لها لا، القتالات الاخيره كانت مداها اوسع بكتير، ما نقدرش نرجع تاني. غير انت اصلا ما اختبرتيش نظام الترجيع، ما عندكيش حاجه بشكل كافي. حتى لو رحتي ده ممكن يكون ملوش معنى دلوقتي، انت المفروض تبقى عارفه ده بعد ما شفتي الريزر هيد. وبين ان هي فعلا تقريبا حاولت ترجع الريزر هيد بعد الاصابات ولكنها ما قدرتش. قال لها بصي انا فاهم شعورك اللي انت حاسه بيه دلوقتي ان هو بيوجع، ولكن ما عندناش حاجه غير ان احنا نثق فيه، وهو عمال قصادهم يقاتل ويحارب، وانه فعلا بيبذل جهد مضاعف زي ما كان وعدها قبل كده. هنا الواد كمان قام جاي كوتا قام قال لها بصي انا كمان بعيط كتير. مدوري تحس ان هو ممكن يعيط، ولكن باللي انا شايفه حاسس فعلا ان انا كمان المفروض اعمل حاجه، ولكن مفيش، لازم نثق فيه. هنا والكل بيتفرج وبيشجعوا، عمالين يتفرجوا وهم في صدمه. حتى الواد اللي كلمه قبل كده افتكر حواره معاه لما كان خايف ان هو يقعد معاهم. قال له انت لو قعدت هنا الدنيا هترجع زي الطبيعي؟ قال له اه عشان الكل معايا
هنرجع كل حاجة. بدأ يعيط عشان هو شايفه دلوقتي بيبذل أقصى مجهوده علشان يحارب وهو حاط أمله فيه. وفي نفس الوقت هو نقل المصابين كان ميناري عمال يقول ميدوريا بيبذل كل مجهوده. ميدوريا رجع تاني للشكل الظلامي اللي هو عليه. أنا عارف في الوقت الطبيعي المفروض نقول إن هو واثقين ان احنا هينقذ كل حاجة، ولكن انا عارف ان هو غالبا الاقوى في العالم دلوقتي، ولكن ليه مش زي اول مايت وانا مطمن اقدر اقول ان كل حاجة هتبقى تمام؟ هل قلقي ده معناه اني مش واثق فيه؟ هنا رافيتي كمان بقت مصابة ونقلوها بسرعة. هنا هوكس قال ورافيتي كمان اتصابت. افتكر اهتمامها بميدوريا وده اللي ادى بيهم اللي وصلوا بيه. قال يا لو كلنا ناخد بالنا من بعض. هنا وسط ما ميدوريا بيحارب ليدي نجم بتقول انا ليه وقفت في صف ميدوريا؟ هو بيخش في القلوب عافية، ودي اكتر حاجة يكرهها الشرير لانه بتسلبه قوته على القتال، واصراره ده بيخليك حتى مش عارف انك متقفش في طريقه وتشجعه. كل بدأ يشجعه وهو عمال يحارب ويقاتل لاخر نفس فيه، حتى والقوة بتختفي عليه، حتى والذكريات بتاعت شيجاراكي بتحاول تبعده عنه. وهنا بيوصل آخر قوة عنده يجمع كل القوة اللي عنده ويقدر يسيبه مرة كمان عشان ينقل باقي القوة ليه. هنا باقي الملاك على طول اتنقلوا ليه وبدأوا يدمروه من جوه. لكن فجأة شيمورا لقت نفسها الوحيدة اللي اترفضت. قالت ايه ده؟ يويتشي، بروس، كلكم رحتوا فين؟ انا الوحيدة اللي اترفضت؟ معقول؟ افتكر ان هو قال لها قبل كده ان هو اكتر حد بيكرهها هو هي. معقول عشان كده؟ لا اكيد مش عشان هو كارهني، ده بسبب ضعفي انا. ولكن بدأ يتدمر من جوه. هنا ميدوريا وهو بيهجم عليه مرة كمان لقى نفسه عند بيت قديم مكتوب عليه شيمورا. قال ايه ده؟ ده البيت الاصل بتاع كل الحكايه. قال ماشي يلا. بيرن الجرس بتاع البيت ده. قامت قال له حتى لو اكتشفت لازمتها ايه انك تنبش في الماضي؟ هيفيدني ايه في الحاضر دلوقتي؟ ده ايه ده؟ شيجاراكي شايفني كده؟ هو بيستخدم الصوره دي عشان يكلمني؟ قال ما اعرفش، ولكن مش قادر اوافق ان الدنيا تتقفل وانا مش فاهم حتى الحقيقه. قال له يا عم موت وارحمني بقى. قال له انا داخل دلوقتي. اما على طول في عربيه نقل حاولت تخبطه. قال ايه ده؟ في تفاعل مادي ان هو يخلص عليا هنا. قامت شيمورا ظهر له قالت له انت دخلت دلوقتي للوعي بتاع شيجاراكي، تقدر تتفاعل انك خليفه برضه للقوه اللي انت نقلتها. ده ايه ده انت هنا؟ قلت انا الوحيده اللي اتصدت، معلش. قال لها بالعكس انا مبسوط انك معايا لسه. دلوقتي احنا عند جوهر شيجاراكي اصلا، الرق جزء في ذكرياته والاكثر حساسيه. غالبا هو هنا هتفكر منشأه هي فعلا جدته، هي السبب في كل حاجه انها سابت ابوه. ولكن هو مقدم على طول نسخه من 60 هجمت عليه. فجاه اتحولت ريديس برو وطلع منها اوفر هول. كلهم بيقولوا له ايه هدفك؟ ايه عندك خطه؟ بتضحي عشان ايه؟ شايل ايه؟ قال لا ما عنديش وبرضه هتقدم. فتح الباب لقى صورة لأبو شيجاراكي مع جدته شيمورا مع صوت أخته وهو بيقول ده سر. أنا سمعت إن الست دي هي جدتنا. هنا كل اتصدمت في ابنها اللي كان محتفظ بالصورة كل ده، وإن شيجاراكي كان عايز يبقى زيها. فقرروا إن هم يكملوا باقي الذكرى، يعرفوا إيه اللي حصل. أول ما وصلوا لقوا إن أبوه بيضربه بالقلم. وسط صدمتهم إن الحاجة السودة الظلامية دي هو ده شيجاراكي، هو أبوه كان بيضربه علشان أزمته هو مع أمه. دي أصل القصة. طبعا لو كانت أصل القصة دي كلها ضد أول فور وان كان زمانهم ما لقوش حاجة يتعاطفوا معاه بيها. إن ميدوريا وهو في ماضي شيجاراكي حاول يجري عليه على طول عشان ينقذه، ولكن لقى إن في حاجز بيمنعه إنه يقرب منه. قال طيب بس هو قريب، وهو شايف ذكرى شيجاراكي وهو بيتهزق من أبوه وهو بيقول على شيمورا لا دي وحش. انت عارف ايه هو البطل ده شخص بيساعد الناس الغريبة على انه يحمي عيلته، ده على انه يأذيهم حتى. قالت ايوه انا فهمت، هو ما كانش محتفظ بالصورة علشان هو عايز كده، هو عشان ما قدرش يخلص من الصورة دي. الاذى اللي انا سببته هو اللي وصل لشيجاراكي، يا ريتني كنت رجعت للبيت. هنا وهو لسه بيحاول يكمل ضرب وهي ندمانة انها ما قدرتش تخلص على اول فور وان بسرعة وترجع. أم دوريا نقل القدرة الأخيرة وقام واصل لشيجاراكي أخيرا. هنا شيمورا وصلت للأب قالت له سامحني يا كوتارو، سامحني إني ما قدرتش أرجع لك. وهنا أخيرا ميدوريا بيوصل لجوهر شيجاراكي، ولكن بينقل الذكرى الأقصى في حياته. قال إحساس الكراهية ده، الإحساس ده أنا حسيته قبل كده. وهو عمال يحكي لقطته وشايفها قامت متدمرة قصاده. قال أيوه من هنا ظهر الاضمحلال لأول مرة. هنا لما أخته جات له وشافته في الوضع ده مع القطة قام هو جاري على طول وراها عشان يلحقها، ولكن المرة دي قبل ما يمسكها قام ميدوريا هو اللي مسكه. قال له لا هنا هنخلص الدنيا. ايوه
ده عالم بيبقى فيه ذكريات، فتخيل ما تفلتوش. انا اتضربته قبل كده بكل اول فور وان، لكن دلوقتي اضربه بنفسي. يا عم ليه بتعمل معايا كده؟ ما تسيبني يا عم، افرد ايديا. قال له لا انت بتعيط. قال ايه ده في ايه؟ مشاعره بتوصل لي وهو عمال انا اللي اخترت كل ده، انا اخترت كل اللي حصل، انا اللي حطمت البيت ده، انا اللي حطمت عيلتي، والا ايه لازمتها الايدين ديت؟ مين اللي يبرر اني اتولدت بالشكل ده؟ دول قال لا ده بيصدني، ما تخليش ايدك تفلت منه. ايه الكراهيه اللي طالعه منه دي؟ ده حزن، ده ايه ده؟ بس هو لسه مش ثابت. يا عم سيب ايديا. كان هنا وصلت له الذكرى انه قاعد يقول وهو صغير لو حد بس خد بايديا كان ممكن ساعتها ابقى شخص كويس، كان ممكن ابقى بطل. وهنا افتكر ان هو مش عارف ازاي كان ممكن يقدر ينقذه، ولكن الامل الوحيد كان انه يوصل لده. قال له لا انا لما الباقيين مسكوا بايدي وصلوا لي للسلام، ودلوقتي عشان كده مش هف ايدك. على طول قام ايدين دوريا متقطعه. يعني انت قطعت ايديه وخدت منه القوه، انت ماسك على الواد ده فلوس ولا ايه بالظبط؟ ايه الحزن اللي احنا فيه ده؟ ولكن هنا ميدوري قال له عشان كده بمديلك ايديا، علشان كده كل حاجه هتبقى كويسه. هنا قعد يقول ايه ده؟ مشاعر الواد توصل لي، الكراهيه بتاعتي بتروح. قاموا مقربين من بعض. اما هنا شاف ذكرياته مع صحابه هما بيقولوا تعالى بقى اعمل انت النهارده قول ميه تبقى البطل. قال لا بس انا الشرير، حتى لو كراهيتي اتدمرت انا الشرير بتاع الاشرار دول كلهم، انا البطل بتاعهم. هنا والكل بيتفرج. فعلا في ناس معتبره شيجاراكي هو البطل، دمر يا سيدي العالم ده ونخلص. بالنسبه لبعض الناس شيجاراكي هو البطل، ولكن قصادهم صوابع شيجاراكي بدات تتدمر. هو ايه اللي بيحصل؟ ميدوري عمل ايه بالظبط؟ هنا بدات ذكرى غريبه تظهر. واحد بينادي ابوه. قال له ايه ده؟ انت الراجل بتاع شركه كوغا. قال له ايه ده؟ ايه الذكرى دي؟ الذكرى دي مش بتاعتي. بدأ يقنعه ان هو هيوريه دكتور اتصاحب على ابوه. قال ايه ده؟ ايه الذكريات دي؟ قعد يسأله على ابنه. دول قال ايه ده؟ دي مش من ذكريات شيجاراكي، ايه اللي بيحصل؟ لا وكمان بيسألوا على مستر. هنا راحوا البيت. فجأة العالم بتاع شيجاراكي قعد يتدمر. قام اول فور وان ظهر تاني. قال له يخرب بيتك وعى غبي، هو الراجل ده ما بيموتش؟ مش عايزين نخلص منه ليه ده؟ بتدي عقلك للصبي العبيط ده؟ فاكر نفسك قوي وانت بالضعف ده؟ يا غبي يا شيمورا، مع ان كل قرار كان في حياتك كان بسبب انا. وانت ميدوريا ازاي تتجرأ وتعمل كده بون فور اول بتاعتي بتاعت اخويا؟ ولكن برضه هزيمته النفسية دي اللي ساعدني ان استرجع وعي تاني. غبي يا شيمورا، ضعفك خلاك مش قادر تتخلى عن حياتك الغبية بعد كل اللي انا عملته علشان ارشدك. قال له مش فاهم حاجة. قال له زي ما قلت لك مفيش قرار واحد كان بايدك. قال لا كان فيه، دي قراراتي. قال له ايوه لو انا ما اوهمتكش بكده عمرك ما كنت هتبقى عندك ذرة إرادة. ده كان الهدف ان اوجه ارادتك بشكل مظبوط. بعد ما قاتلت كل ملاك وان فور اول السابقين اتعلمت حاجة، عشان ارجع وان فور اول لازم املك إرادة فوق إرادة الحامل نفسه. فلما كنت هربان من اول مايت قعدت ادور على واحد يبقى عنده إرادة تخمد إرادته عن شعور أشد منه، علشان كده ساعتني إن أوصل واحد لغريزة الكراهية أشدها. هنا بدأت الذكريات تكمل. بدأ يوسوس لأبوه يسخنوا على الأبطال إن هما ملهمش لازمة، دول ما بيظهروش لحيالهم. قال له كان البنت كبرت فعلا، فأنا ما كنتش أقدر أعمل معاها حاجة، عشان كده كان لازم أتأكد إن محدش يمسكني، فما عملتش حاجة بتلفت النظر. كل اللي عملته إني اديته دفعة، جيت عندك سرقت العامل اللي انت ورثته، وعملت حسابي ان ابوك يبقى قاسي كاره، اديتك حاجة تبقى حاببها، قربت منك صحاب تتعلق بيهم. وبعدين في مرة جاله قال له ايه ده؟ انت ابن شيمورا صح؟ لا ما خلي بالك من العربيات، انا واحد صاحب ابوك، هات ايدك كده وانا اللي هعديك، امسك في ايديا بالراحة. ومن هنا قال له انا خدت عينة من المميزات اللي كانت موجودة في دار الايتام وبوظتها واديتك نسخة مبتذلة منها، فانت معكش غير التدمير. قال له انت تقصد؟ قال له بالظبط، المقاسي والمحن اللي عديت بيه وكل حاجة والكراهية والناس اللي مش قابلاك حتى اللي قبلوك، انا اللي اديتك كل حاجة، انا اللي اتخططت وساعدت في كل ده. معناها ايه بعد كل ده؟ ان قلبك مش هيتغير؟ ايه العار ده؟
امشي عن وشي يا. وفعلا شيجاراكي هنا اتدمر خالص. قال انا هخلص على عقل تومورا واشيله من جذوره المره دي. كده كده كنت ناوي استخدم الورقه دي لما ارجع وان فور اول، لكن دلوقتي المغفل ادهاني بالهيصه كده. طبعا هو ما قالش كده، انا اللي بقول. هنا بنرجع للوقت الحالي وبقى في انفجار كبير قوي. قال له دلوقتي برحيل يويتشي ما عدتش قادر احقق الهدف المتوسط بتاعي. ايه ده؟ انا سامع صرخات تومورا، باين ان دي اثر اخير ليه. اخرس بقى. مع ان باين ان اثره النفسي اثر على جسمه كمان. عنده اضمحلال فعلا، الغضب بتاعه والحقد راح. اكيد انه مات. يا خساره، اتحرمت من الوعاء اللي قعدت ابحث عنه بجنون لسنين. حتى اخويا. يبقى الخطوه الجايه اول وان عايز يخلص على العالم. ميدوري قال لي لا مش هسيبك. ولكن هنا بنكتشف ان ايد ميدوريا مقطوعه في العالم الحقيقي. تقريبا المؤلف ده كاره البطل بتاعه مثلا، ناوي يخليه يتعذب بس. ام اول فور وان قال له باين ان جسمين احنا الاتنين اتاثر. لكن ميدوريا لسه بيحاول ان هو يقوم. قال له لا الموضوع ما خلصش. لا لسه. اما قرب منه قال له وانا هفهمهم وافهمك ان الفقدان بيخلي الشخص اقوى. اما قرب منه وخلاص نوى ان هو يخلص عليه، ولكن على طول في بطل ظهر من وراه قام مكتفه من الفصل بتاعه وقام 3 ابطال متجمعين عليه. ايه ده انتوا كلكم كويسين؟ قام على طول ظهر ظلال كروموجيري وراه وقام طلع منهم ايزا وسينسي. ايه ده؟ ولكن هنا بنرجع بدري 10 دقايق، بنشوف في منطقه غريبه كده بيحاولوا يكلموا كروموجيري. بتاع الصوت يقول له يا عم احنا ليه بنتكلم مع جثه؟ انت ليه خدتنا بعيد كده؟ قام ايزا وقال له استنى في دموع. قال له يا عم انا ما بعيطش. قال له لا هو بيعيط. قال له يا عم انسى الشيء ده نومو، ده جثه. خلصنا من الموضوع ده. المعجزه اللي حصلت في السجن دي في طرطرس مش هتحصل تاني، فانسى. احنا دلوقتي هدفنا ان احنا نستخدم الشيء ده حتى لو ده حاجه غير مشروعه. احنا ما ينفعش نفضل طلاب في يو اي كل ده، احنا خلاص في الثلاثينات. قالوا لا امال ليه ما سبناش نموت؟ احنا في اليوم ده بينا بوادر النور اللي عنده. فانا فاهمك يا مدى، احنا دلوقتي معلمين عايزين بس ناخد بايد العيال دي علشان يبقوا ابطال. وهنا بدأ يظهر تاني والنور اللي جواه يرجع. هنا نكلم الضابط قال له في حد قادر على القتال؟ مونوما سليم؟ قال له لا. قال له خلاص مين اللي جاهز هنا؟ هنا كان الفعل كل بدأ يبقى فاضي، فقام رايح لمنطقة الإخلاء. قال له انت جيت هنا ازاي؟ قال له كوريجيري تبعنا. تعالى. اي حد كان بيخلي اي بطل جاهز عايزه يجي معايا دلوقتي، يلا بسرعه. هنا اي بطل كان بيشوف اللي حصل ده حتى لو ضعيف قعد يجمعه، حتى اللي مش قادرين يساعدوا واحد قال له خد التيشيرت ده اديه لاي بطل محتاجه. هنا كان في منطقه كمان لسه ما خلصتش القتال بتاعها، قاموا متجمعين وقاموا مخلصين على الراجل دوت. ولكن هنا في الوقت الحالي كلهم متجمعين حوالين اول فور وان. اول فور وان قال لهم ايه؟ جايين كلكم علشان ناخد مميزاتكم؟ ميدوري قال ايه ده؟ كان المفروض ان اصحى اول فور وان لما ضربت الوعي بتاع شيجاراكي. لكن ايه قصه الشيء ده؟ قام ايزا وسينسي قام قال ميدوريا ما تحاولش تتحرك، انت من امتى وايدك اتقطعت؟ قال له مش عارف عدى وقت قد ايه، بس انا وانا جوه عقله بقالي فتره. هنا قبل كام دقيقه لما كان بيجمع الابطال، هنا ايري قامت قالت له بص انا عارف ان انتوا مش هتاخدوني معاكم مكان خطر، ولكن عشان كده يعني لو ينفع وصل ده لديكو. قال لها ايه ده؟ انت كسرت الارض بتاعك ليه؟ مين قال لك اعملي كده؟ قالت لا هو انا كنت عايزه اساعد. قال لها يا عم انت كنت مش معاها؟ قالت معلش بس هي غالبا اتعلمت منك الجنان انت رخر. قال لها بصي يعني لا خلاص. قالت له خلاص بص لا بص انا هساعد، يعني انا ما عرفتش اساعدك، كان نفسي اساعد كمان اول مايت وما عرفتش اساعد حد خالص، فلو قال لي لو عرفت اساعد ميدوريا فابقى ساعدته. قال لها ايوه بس انت لو عملت كده في نفسك كتير ممكن تضري نفسك حتى. قالت له مش مهم انا عايز اغني، الناس دي هي اللي خلتني سعيده، فما ينفعش بعد كل ده ما يبقاش مساعده كمان. لا انا فاهمه شويه حتى لو ده مش هيفيد قوي، خليني اقاتل معاكم النهارده. هنا ميدوريا قعد يعيط وقام لمسه بالقرن وقدر ان هو يرجع 2 3 بالكتير، ودي قامت راجعه تاني. قام قايل له مش مسموح لك تموت قبل ما تسمع غنى ايري، وانا متاكد ان الكل موافقني في الراي ده. كله جه وقالوا احنا كلنا مش قادرين، ولكن لما سمعنا ان ميدوريا بيقاتل بكل قوته كده لقينا ان احنا لازم نكمل. هنا ميدوريا وهو مش مصدق ايه اللي شايفه قصاده قام شادد نفسه عشان يكمل القتال. ايوه كده عنده قوه ولا ما عندوش؟ ولو عنده لانهي مدى؟ وده لان بنشوف صدمة ميدوريا لما الأبطال اتجمعوا وهو مش مصدق اللي شايف قصاد عينه، وهم كلهم بيقولوا أيوة هم جمعوا كل اللي قادرين يتحركوا. سمعنا إن ايزا وسينسي جنت كوريجيري فقلنا لازم نستغل الفرصة دي. إزاي نشوف صاحبنا وهو مكمل قتال بالشكل ده ونقف من غير ما نتحرك؟ فهنروح لأي مكان طول ما لسه فايقين.
ومن الاخر يعني احنا ما جيناش كل دوت عشان نخسر في الاخر. فلو احنا ما قدرناش نصمد النهارده ليه من الاصل عايزين نبقى ابطال؟ وعشان كده احنا كلنا هنا. ولكن all for one. بس ايه ده؟ ايه اللي قصادي ده؟ مجرد ناس قبيحه. حاسس اني كاني جزء من تمره كان المفروض اتقطع حتت مع عقله. ولكن لما سمعت يوتشي وهو بيتهشم كأن كل ده اتحول لرماد. ما بقتش مهووس، ما عادش فيه هجوم يقدر يوصل لفجوة جوايا. وبكده تفاديت الضربة الخارق. دلوقتي فهمت يا ميدوريا ايزوكو، المأساة هي اللي بتخلي الشخص أقوى. مش موافق معايا ولا ايه؟ عم بتاع الخيط قال له لا، ما اظنش، انا ما عشتش حياة زي اللي انتوا عشتوها مليانة تقلبات، ولكن انا بحاول اتحسن علشان ما بقاش متاخر وراكم. وعلشان كده هو قصى اوقات صعبه وباين انه مستنزف. فاظن ان من الافضل ان المقاسي اصلا ما تقعش. وهنا على طول حواليه قام ظاهر تودوروكي واندفار قام مولعين فيه مره واحده بانفجار كبير. هنا بنرجع لدقايق ورا، بنشوف ان لما اخدوا عيله اندفار قالوا خلاص هم دلوقتي هيتعالجوا. لغايه لسه قادر على القتال يروح، يعني من الاول والاخر انت بطل رقم واحد، يعني حس على دمك شويه واعمل حاجه. ومن هنا هو وتودوروكي قاموا رايحين مع بعض لان الناس لسه بتقاتل. وسط الانفجار ده قام شدد الاتنين مره واحده، قال زي ما قلت من الاحسن ان المقاسي ما تقعش. ده اللي جه في دماغي وانا شايف ان تودوروكي بيحارب دافي. هنا مدرس الصوت قام داخل، خلاص كل اللي يقدر على القتال موجود هنا دلوقتي يا جدعان، النهارده نقطة التحول دي مهمتنا الكبرى الأخيرة. أما قايل إيه ده؟ أبطال جرحى؟ كل ده مش قادر أحس منهم بحاجة حتى. للأسف كلكم مجرد زبالة ما تجيش حاجة في أول مايت لوحده. لكن مع هجومه بدأ الناس تحاول إن هي تستخدم قدراتها كلها علشان توقف هجماته. قعدوا يقولوا هو سريع قوي لدرجة إن هو محتاج عشرات مننا عشان يوقفوا هجمة واحدة منه. لازم نقاتل ككتلة واحدة مع بعض. هنا ميدوريا باصص على كل اللي بيحصل ده ومعرفش ليه ايزا وسينسا ما بيوقفلوش قدراته المرة دي. ولكن قال بس انا لازم اخش لهناك. ولكن هو مش قادر يتحرك. قال لا بص انا رجعتك كام دقيقه لورا، غالبا قبل بس ما تفقد دراعك. الضرر اللي حصل لك من قتال شيجاراكي لسه موجود، وانا عارف انا ان ده كان غالبا صعب وطويل قوي انك تستحمله. قال له انا تخليت عن وان فور اول. قال له ايه ده؟ يعني ما عادش عندك دلوقتي قدرات راحت؟ قال له لا، اللي قبلي هم اللي راحوا، ولكن لمده اظن ان لسه معايا الشعله نفس اللي كان عن اول مايت بالظبط. لسه فاضل جمره متبقيه ولغايه فاضل لي حاجه، فلازم اقضي على اول فور وان. قال له مدوري استنى، انا معايا دواء ولبس ليك لازم تاخدهم. قال له من مين دول؟ قال له من الناس اللاجئين اللي قاعدين هناك، طرعوا بيهم ليك. هنا خلاص لبس الهدوم وهو مستغرب، ياه اللبس الموحد. فجأة لقى ايوه قام ماسك ايده قال له يلا بينا نجري، احنا محتاجين قوتك وانت محتاج قوتنا. هنا افتكر ان هو اللي كان بيعرض على اوياما ان هم ياخدوا بايد بعض، والكل بدأ يدفع ميدوريا لقدام علشان يتمم مهمته الاخيره. وسط ما كل الجمهور يقول له ايوه انت قدها تقدر تنجح، يلا يا ديكو يلا ميدوريا. كل العالم بقى بيشجعه، كل زمايله دلوقتي بقى بيدفعوا لي لقدام. ولكن بدأ هجوم اول فور وان الغشيم على كل حد، ولكنهم كلهم بيدافعوا عن نفسهم يقولوا اجري قدم لقدام. عايز احاول يخلي شراكهم وينقلوا لقدام، ولكن لانه هو ثابت ما بيسمعش الأوامر المرة دي. هنا الكل بيحاول يهجم على أول فور وان، والهجمات طبعا ما بتنفعش قصاده. عايزة وقال كله يفتح الطريق لشيجاراكي دلوقتي ان يومدوريا هيوصل له. قام قايل ايه ده؟ اطلاق العامل الشامل. الموضوع ملوش علاقة بقدرتكم، الفكرة انكم تخضعوا الكم الكبير من العوامل ده علشان تشغلوه. علشان كده ما تتوهموش ان العدد بتاعكم ده يدي افضليه. وقام هاجم هجوم كبير قوي على ميدوريا مباشره. قام البنت الخفيه قامت جايه على طول قالت خلاص لو ده هجوم ضوئي انا اقدر اتولى امره، انت تقدم دلوقتي على طول. كله قعد يهاجم عليه ويفتح له الطريق علشان يقدر ان هو يمشي لقدام بشكل مباشر. قال ايه فاكرين نفسكم اذكياء؟ كمل الهجوم. ولكن الكل بدأ ان هو يحميه. قال له لا ما تحاولش انت تدافع، جسمك متكسر، وفر قوتك، انت الوحيد القوي بما فيه الكفايه انك توصل له وتقدر عليه، احنا هناخد امر الدفاع ويلا تقدم لقدام. قعدوا يشدوه وسط ما الكل بيشجع. كل اللي عنده اي قدره او اي صوت حتى قادر ان هو يطلعه بيقدر عليه، بيقدر يتعامل معاه حتى لو بسيط. قال ايه ده؟ كلهم بالنسبه لي زباله، هم ليه ما بيموتوش؟ اصلا مش قادرين يتحركوا. ولكن عينيهم، النظره اللي على عينيهم دي نفس اللي كان شافها على ميدوريا قبل كده.
انا فهمت دلوقتي يا ميدوريا، فهمت يا ميدوريا. حتى مستر جنتلمان بقى هو كمان بيساعده. قال له ده ضعفك، وفعلا الكل بيشجعه، اللي بيتفرج في كل العالم بيشجعه. قال له فعلا ده ضعفك، ده الشيء اللي افتكر ليه اول مايت. ما انت كنت بتحارب اول مايت وهو في الاربعينات ولا في الخمسينات، وميدوريا عنده 15 سنه. عنده حق الصراحه، لو كان قبلك قدام شويه كان نفخ. قال له فعلا قوه الضعف دي مع انك بتكمل دايما لقدام ده اللي بيدفعهم. هنا انجنيم قام جاي شده على طول. قال له فعلا طول ما انت بتتقدم لقدام كلهم هيفضلوا زيك، ولكن لقى ان القدرات بدأت تخذله. هنا عند اول مايت جيش ستار قال ايه ده؟ مفروض ان كنا عاملين حسابنا ان احنا يا نموت يا ننتقم لستار. مقاعد الطوارئ دي كانت المفروض شغاله، ده كان من تدبيرك انت يا اول مايت صح؟ قال انا قلت ان العيال كلها اللي عايزينه يا اما يكسبوا بشكل مطلق يا اما هيخسروا، فمن الاحسن بالشكل المطلق ده ان نقلل الخسائر. قالوا له شوف مين بيتكلم بس اللي قلل الخسائر. قال لي يا ميدوريا في اليوم اياه انت جريت، وده اللي بدأ يحركني ساعتها. من اليوم ده كنت انت كل اللي بيشجعه، الكل بياخد بايده، الكل في كل مكان حاطط امله عليه، حتى بتوع الافلام دخلوا في النص. انجنيم قام زقه قال له انا فاكر واحنا بنمشي في اليوم الاول في المدرسه، انا عرفت ساعتها اوراكا كانت تقصد ايه. هنا بنشوف ان اوراكا بيفرجوها على البث الاخير، وافتكرت ان هي قالت له ايه ده ديكو بالنسبه لي هي الجمبري انك تقدر تنجح، فهي قالت له فعلا انك تقدر تنجح، ودي الجمله اللي الكل بيقولها له دلوقتي. هنا عند امريكا قال له ابعت كل الابطال دلوقتي هناك فورا. قال له ايوه بس لو اول فور وان كسب. قال له مش مهم، مين مهتم دلوقتي، دي فرصتنا، ابعت دلوقتي كل الابطال اللي هناك. هنا ميدوريا هو بيكمل جري قال له دلوقتي انا سامع صوت الكل، سامع صوت الكل بيشجعني ويقول لي اقدر انجح. بدا يجهز ان هو يهجم وسط زعيق الكل، وسط ما اول مايت بيقول من اليوم ده كنت انت بطلي الاعظم. لما يكون بطل، البطل العظيم هو ميدوريا نفسه، مثله الاعلى شايفه هو البطل. وهنا جت الصرخه الاخيره من ميدوريا وهي كمان بتشجعه. هنا بدأ القتال الأخير بعد ما وصل له أخيرا، قدر يتفادى كل الضربات، هو قام بالسماش، قدر أخيرا إن هو يضربه. هنا أول ما اتخبط قال إزاي غفلت عن الملاحظة ديت؟ التجدد مش هيمشي على الجسم البايظ بتاعي ده بسببه، لا كلهم كانوا سبب ورا المخطط ده كأفراد مستواهم مثير للشفقة، ولكن من قبل ما اخد بالي حتى اتجمعوا عليا وخدروني. لما يوتشي وحلفائه دخلوا ما أثرش على عقلي وبس، أثر على الجسم كمان. هنا بنفتكر كلام المايت وهو بيدرب ميدوريا لما قال له الجسم الغير مهيأ لما يستلم القدرة دي مش هيستحملها، ما يقدرش يورثها، بالعكس جسمه هينفجر. ميدوريا قال له عدى سنتين ولكن النسخة اللي معايا دي أقوى من الثامن، دي قوتنا احنا التسعة مع بعض. هنا جسمه بدأ يتدمر ويتفتت حتت، وخلاص نهاية الشيطان الأعظم ده. عملتها ميدوريا؟ لا لسه. قدر يمسك كل القدرات اللي عنده، قام عامل انفجار كبير مرة كمان. قال له لا لسه ما عملتش حاجة، ما حدش يقدر ياخد مني حاجة، أنا بس اللي حقق حلمي، مش هأرضخ لحد ومش هشارك حد حاجة، مفيش غير ملك شر واحد بس. هعيد بس القارة، اخد حامل تاني، اعمل نفس اللي عملته مع الغبي تومورا، وبما ان كمان ما عادش في اول فور وان الا معايا، وقصادها مفيش يويتشي، مفيش وان فور اول، اظن اي حد هيفي بالغرض ده او اي حد هسرق تاني واعيد نفس القارة مجرد وعاء جديد. قال له بطل بقى، كفاية اول فور وان. هنا ايزو بيزعق، لقى ان صاحبه قام واقف. قال شوتا يامادا انا اسف، قام مختفي. المفروض امشي، المفروض احمي شيجاراكي. يخرب بيت كده، انا اللي جه في دماغي ساعتها ان هو بقى هيهربهم ونعيد تاني من الاول وحوارات بقى نفس اللي كان بيحصل في الاجزاء الاولى. قام واقف قصاده قال لا لازم احمي شيجاراكي تومورا. قال ايوه يخرب بيت كده، انا كنت عارف ان هو مهما طول في الاخر هيجي يساعد شيجاراكي. قال ارجوك رجع شيجاراكي، قول له انه صاحبه مستنيه. هنا فجأة على طول ظهر انفجار مرة واحدة، قام ظهر باكوجو حواليه، قام ماسك كروموجيري، قام بعده بعيد. اقصد قال له ايه ده باكوجو، انا افتكرتك اتنقلت للمستشفى، انت اتنقلت كل المنطقة دي بالانفجار؟ قال له ايوه، وتودوروكي عمل منصة تزلج ليا، اوعى تخليني اعديك يا ايزوكو. هنا خلاص ميدوريا قرب، قال له اول فور وان، انا عمري ما هغفر لك اللي انت عملته، ولكن ما اظنش برضو انك وحش ما يتفهمش، وده لان عواملنا كانت متوافقه. قال له بس كفايه. قال له انت مجرد شخص وحيد، انت لقيط. وفعلا افتكر كل ذكرياته القديمه، انه ما كانش عنده غير يويتشي، وهو اتجنن زياده لما راح منه. هنا بدا يسمع بوادر يويتشي. قال له ايه ده يويتشي انت موجود؟ قال له لا
هو عدل قوته ان يبقى فاضل في شويه بواقي لسه، فانا مجرد بواقي. قال له طب وريني وشك. قال له لا انا مش اكتر من بقايا، هتلاشى وانت كمان هتتلاشى، دي مهمتنا الكامله دلوقتي. انا فعلا ما قدرتش اوديك للطريق الصح، وده كان الخلاص الاخير اللي ميدوريا وصل له واداهولنا. قال له لا طب وريني وشك. قال له لا. قال له لا يا عم مش هسمع بحاجه، انا فعلا بحبك، انا ولا حاجه من غيرك. قال له خلاص وانت عملت كتير فعلا، دايما استغليت كل حاجه لمصلحتك، وجه الوقت انك تدفع الثمن. وهو ما ايقظنيش بس، هو ايقظ كل اللي فاتوا كمان. هنا لقى نفسه محاصر من الكل بشجاراكي كمان معاهم. هنا الكل ساعده في الضربه الاخيره دي وبدا يتلاشى تماما. هنا بقى ظاهر قصاده شجاراكي. قال له اظن انت كنت فاكر ان انا اتبلعت تماما في اخر مره، ولكن باين انك عملت كل حاجه عشان ما اروحش فيها. كان ميدوري عمل نفس الضربه دي من الاول وحافظ على قوته. قال فعلا جدتي كمان ساعدت. قال كل اللي عملته اني رجعت جسم من المعلم، ما قدرتش ادمر ولا شيء واحد. اظن في النهايه كان عندها حق بالنسبه لي، مجرد عيوطه، طفل عيوطه، ايديا ما قدرتش تدمر حاجه. قال له لا انا ما اقدرش اسامحك على كل اللي انت عملته، عشان كده انا قتلتك. كنت عايز اوقفك، كنت عايز منك حتى توقف نفسك علشان توقف الحزن ده. قال له ميدوريا لو سبينر لسه عايش بلغه بده. شيجاراكي تومورا فضل يقاتل للتدمير لحد النفس الاخير. قال له حاضر انت فعلا دمرت كتير. وقام قايل حاجه اخيره ما بنشوفش هي ايه، ولكن بنشوف التدمير الكبير ده. خلاص النور بيظهر، اول فور ون وشيجاراكي اخيرا بيتلاشوا وسط ما الكل بيبص على المهمة الأخيرة للبطل الأعظم في التاريخ. بعد الحرب بأسبوع بدأت الأخبار في كل مكان تقول إنه والله كنا متوقعين الأحداث هتكون صعبة، لكن مين كان يتوقع؟ لكن خلي بالكم لسه الدنيا بتتغير بقوة. يا ترى إيه تأثير اللي حصل في اليوم ده على العالم اللي يا دوبك لسه خارج من معركة عظيمة؟ هنا بنشوف وسط المدينة بدأ طريق الإصلاحات يشتغل فيها، والناس تبص الله بيتنا رجع يتبني تاني، ايه ده؟ وابطال من كل مكان شغالين مع بعضهم علشان يقدروا يعملوا اعادة بناء للمدينة اللي اتدمرت. ومن هنا بنعرف ان في دول كتيرة وصلت من هالابطال عشان يساعدوا اليابان ان هم يقدروا يعيدوا بناء البلد. حتى العمال بيقولوا ياه لولا الابطال ومشاركتهم معانا البنا ده كان ممكن يقعد له 10 سنين مثلا، لكن مع دول احنا ممكن نخلص بسرعة. ولكن بنشوف في المستشفى ان الدكتور عند باكوجو بيقول هو مش هيرجع زي ما كان، زي ما قلنا قبل الجراحة هو ممكن ما يتحسنش اكتر من كده. احنا كلنا شفنا النجاح اللي هو حققه وعملنا اخرنا، ولكن احنا يا دوبك عرفنا نحافظ بس على الدراع ان احنا قعدنا نربط المفصل كذا مره، فاحنا مش متاكدين حتى اذا كان يقدر يتحرك طبيعي بعد العلاج الطبيعي تاني ولا لا. فلو عايز تتابع بعد كده شغلك كبطل ممكن تلبس ولا حاجه دعامه. قالوا لا انا كويس كده كده، القوه الخارقه بتاعتي بتطلع من ايديا اصلا. ده غير الشخص ده من الاول هو كمان ما كانش عنده قوه، فايا كان العلاج اللي انا المفروض اخضع ليه صعب انا هعمل له مهما كان. قال له اهدى بس اهدى. انت اخرك تعمل تدريب خفيف دلوقتي، انت قلبك اضعف من دراعك، انت لولا بس ايدج شوتو كان زمانك ميت دلوقتي. انا اصلا مش فاهم لغايه دلوقتي ازاي استطعت انك تقدر تقاتل بعد اللي حصل لك. لا والاغرب كمان انك بعد ما جيت المستشفى قمت طاير كام كيلو متر عشان ترجع تاني لارض القتال. انا مش قادر استوعب اللي انت عملته ده قدرت تعمله ازاي، ولكن انت قدرت تاخد فرصه تانية للحياه فاستغلها. خد الدنيا ببساطه كده عشان تقدر تكمل. ولكن في الأوضة التانية بنشوف إن ميدوريا بدأ يفوق ويفتح عينه. قام أول مايت على السرير التاني قال له إيه ده؟ أنت صحيت؟ قال له أول مايت مش مصدق إن أنا معاك في نفس الأوضة. قال له يعني سكاوتش هو اللي عمل الموضوع ده، وبالمرة برضه يقلل الحراسة ويقلل الأوض المستهلكة في المستشفى. قال له طب أنت عامل إيه يا أول مايت؟ قال له والله يعني الدكاترة قالوا لي إن هم ما عملوش شغل في ناس قد ما عملوه فيا قبل كده. وانت مدوري عامل ايه؟ قال يعني يا دوبك انا حاسس بدراعي شويه، ولكن في النهايه ما قدرتش انقذ تينكو، ما انقذتش الشجره حتى بعد ما وصلت القلب، حتى بعد ما كسرت الكراهيه بتاعته. فضل لحد اخر لحظه هو قائد رابطه الاشرار. قال له لا كشخص قريب من الموت وجربت ده ما بقاليش كتير يعني، اظن ان اهم لحظه هي اللي كانت على وشه في لحظته الاخيره. هنا بنشوف في لحظته الاخيره لما ميدوري قال له انت دمرت كل حاجه فعلا، قام قايل له لا ده معتمد على اللي انتوا هتعملوه بعد كده، عشان كده وهو بيضحك ابذلوا كل جهدكم. قال له يعني ما شفتش طفل بيعيط؟ يبقى انت اظن انك انقذت قلبه زي ما انجزت مهمتك مع وان فور اول. انت نقلته ليه صح؟ حسيت بده؟ قال له ايوه.
ولكن لسه حاسس بالجمرات جوايا. هنا على طول قام باكوجو داخل، بس وقف مصدوم. امه وابوه قالوا معلش، كان عايز يطمن بس على اول مايت. قال له كاتشن انت كويس؟ هنا فضل يتقدم وهو مصدوم. قال له انت قلت جمرات؟ فضل واقف مظبوط ثانيه، هو ده معناه انت رجعت تاني من غير قدرات؟ قال له ايوه، بس انا من الاول مولود من غير قدرات، انا مش ندمان على حاجه، كاني جالي حلم جميل اعيشه لفتره. هنا فضل باكو مش مصدق، وافتكر كل حاجه مر بيها مع ميدوريا. بدأ مش قادر يتماسك، بدأ يعيط. قال بجد هو انا عملت معاكم ايه؟ ليه بتعملوا كده؟ انا افتكرت ان بشكل ما هنعيش الحياه دي لفتره اطول، ان احنا ننافس بعض ونلاحق بعض على طول. ليه كده؟ قال له يا عم لا، مش انت اللي تعيط، غير انا اصلا لسه عندي جمرات، انا لسه عندي قدرات. بلاش اللي انت بتعمله ده، جسمك اصلا متبهدل، مشاعرك دي ممكن تأثر عليك بالسلب، بلاش. اول ما قال له بصوا انتوا الاتنين بقيتوا اقوى من ساعة اول مرة شفتكوا فيها، اتغيرتوا من اول يوم شفت فيه ميدوريا وانطلق فيه قصادي. انت بقيت اعظم بطل بالنسبة لي يا ميدوريا، لكن دلوقتي انت بتلهم الكل، انت اعظم بطل بالنسبة للكل. والشخص اللي اداني الفرصة ان اقول لكم الكلام ده هو انت يا باكوجو، انت برضو اعظم بطل، فشكرا قوي ليكوا انتوا الاتنين. هم باصين لبعض مش مصدقين ان بطل طفولتهم، البطل الاعظم في عينيهم واللي اتربوا على حواسهم بيه، هو اللي بيقول لهم انهم اعظم ابطال. ده حلم كان عمرهم ما يصدقوه، وكلهم قعدوا يضحكوا ومبسوطين. هنا ميدوري قال في نفسه أنا كنت فاكر بمجرد نهاية الحرب العالم هيبقى مسالم بشكل تلقائي، ولكن قصتنا لسه ما انتهتش لحد ما ننور طريق للمستقبل. ومن هنا الكل بيرجع تاني للمدرسة، وابتدوا بحفلة تخرج سنة تالتة اللي اتأخرت بقالها كتير. بدأوا يتكرموا ويحتفلوا، واحتفال كان غريب، ولكن بنعرف وسط الاحتفال ده ان ماريو كان واخد باله من الناس المصابة، ومدير المدرسة كان مخطط لكل حاجة ما بعد الحرب من إعمار ومساعدات من الأبطال. ولكن هنا ماريو كقائد للصف الثالث دخل علشان يقول خطابه. اول ما بدأ قال لهم اقول لكم نكته، لا بلاش. اما كمل كلامه قال بصوا، دايما واحنا بنحارب الاشرار بنحاول نرجع للنقطه صفر، ولكن احنا قتلنا كلنا ومع ذلك ما رجعناش للصفر. السنوات الثلاثه اللي احنا قضيناها في المكان ده ما كانش خط نهايه، ده خط بدايه. بالعكس احنا دلوقتي عايزين نخلي تحت الصفر ده فوق الصفر كمان. فعالم بلا فكاهه ملوش مستقبل، لازم نجيب عالم ايجابي الكل مبسوط فيه، كلنا نمد ايدينا لايد بعض. قام قايل في نفسه راقبني يا نايتو اي، وقام عامل استعراض عشان يفرح الكل. ولكن من هنا الفصل النحس بتاع ميدوريا دخل سنة تانية، وصدفت ان المدرس بتاعهم هو إريزر هيد. قال لهم بصوا يعني هو غالبا ما بتحصلش ان المدرس يقعد مع فصل واحد لمدة سنتين، ولكن ده اللي حصل. الكل انبسط ياه، وقعدوا يهزروا مع بعض وباكوجو زي ما هو. ولكن اما دخل لهم وياما قام قال لهم انا جيت اودعكم عشان هنعمل حفله كده صغيره ليا، عشان خلاص اسيب المكان. يعني قالوا لي ليه؟ لا انت ساعدتنا، ده من غيرك اصلا ما كناش نعرف نعمل الخطه. انا عارف، وهم قالوا لي الكلام ده ان انا ممكن اقعد عادي، ولكن قصاد نفسي انا دخلت المدرسه دي بسبب اول فور وان، فانا مش هقدر اسامح نفسي ومش هبقى ضميري مرتاح ان انا ما دخلتهاش بطريقه صحيحه. انا لسه هحاول ابقى بطل وهحاول ابقى بشكل تاني استحق كل ده، وده عشان كلكم اديتوا لي ايديكم. وهنفتكر الكلام ده في يوم. غالبا عماهم كلهم بالليزر بتاعه، ولكن قال لهم بصوا مكاني هيجي شينسو معاكم. قام كلهم احتفلوا بشينسو ونسيوا اوياما عادي، كلب وراح بقى خلاص. قال لهم تعملوا ايه؟ انتوا المفروض تحتفلوا بيا، انا اللي ماشي، هو هيقعد معاكم خلاص، احتفلوا بيا انا الاول. بعيدا في النص بقى المفروض خلوا البنت تظهر بسبب النور بتاعه، ولكن دخلت له واحده قالت دلوقتي مهمتكم في سنه تانية في الوضع الحالي ان احنا هنشارك في الاعمار اللي بيحصل. قامت مأكده ان هي كانت طالبه عند إريزر هيد، وانه كان فعلا بيطرد ناس هناك، ولكن ده اللي خلاها وفصلها ساعتها يعرفوا اهميه ان هم يكونوا ابطال. هنا بنشوف ميدوريا باصص، لانه في الوضع الطبيعي كان مفروض يكون هو المفصول من إريزر هيد في اول يوم، ولكن من هنا وهم مروحين يقولوا ياه، يعني من بكره السنه الجديده هتبتدي بجد، هنكون مشغولين بقى، طب ناخد راحه. طيب راك قالت لا مفيش وقت للراحه. عندكم ناديها قالت له ايه ده، هو انت حلقت شعرك بسبب الجرح اللي في وشك؟ يعني اتمنى شعرك يطلع قريب. قام فضل باصص كده، قالت له لا يعني شكلك حلو برضه بيه. قام شاف تودوروكي قال له ايه ده، هو انت هتحضر حفله الوداع بكره؟ قال له يعني لغايه مش النهارده هحضر. قام رايح وراكب
العربيه، ففضلوا بصوا له: انت دروكي انت كويس؟ قال له: ما تقلقش انا تمام مفيش اي مشكله. ومن هنا راح مع عيلته لمنطقة غريبة كده زي السجن، لأنهم كلهم متجمعين بجدد. ودخلوا المكان سمعوا واحد بيقول: تويا تودروكي. هو ببطيء ولكنه غالبا بيموت، بس يقدر يتكلم كام كلمة كل يوم، فلو عايزين تتكلموا معاه دي حالته حاليا. أول ما شافهم قال: ايه ده متجمعين؟ ايه جايين حفلة ولا ايه؟ اندفار جه قال له: بص انا جيت عشان اكلمك على الدنيا اللي هتحصل بعد كده. انا هعتزل، انا اصلا كنت ناوي على كده من ايام كتيرة، من ساعة ما كنت شفت كل اللي حصل، فكده كده كنت هعتزل، ولكن دلوقتي انا حتى ما اقدرش اقف على رجلي تاني. اندفار البطل اتحرق لحد الموت، نارك كانت اقوى من نار اي حد تاني. قال له: معلش معلش، بطل بقى تتملق فيا وتحاول تقرب مني، جاي تعمل كل ده بعد ما خلاص كل حاجه خلصت؟ انت جبان بقى. قال له: عندك حق، انت عارفني كويس، انت راقبتني كتير وكنت دايما بتراقب وكنت عايزني دايما ابص لك، ولكني ما عملتش كده ولا مره. ولكن مهما اتقال ومهما ايا كان مين اللي يقول، نارك جايه من ناري بسببي، وانا قلت لك ان انا معاك، انا هاجي كل يوم عشان اشوفك عشان اتكلم معاك. عارف انه متاخر ولكن تعالى نتكلم. هنا لاحظوا ان ضربات قلبه بدات ترتفع وبدا يشكل خطر عليه، وهو بيكمل كلامه قال له: بص العيله كلها لو بص انت بتكرهنا قول لنا، ممكن تقول اي حاجه احنا هنسمعك. هنا الكل بدا يكلمه، هو بدا مش قادر يمسك نفسه من العياط. قام تدرك قال: هساله سؤال واحد بس، اخويا الكبير ايه اكلك المفضل؟ قعد يعيط وما قدرش ان هو يرد. قال: خلاص كده ده اخره النهارده، سيبوه ينام. قاموا ماشيين، قام تدركي سمع الصوت بيقول: الصبا. قال له: ايه ده نفس اختياري. هنا ده بيفتكر الكلام ان هو قال له عمرنا ما هنكون على نفس الدرجه ابدا. قعد يعيط قال له: شوت وانا اسف. ولكن هنا وهم طالعين الابن الاكبر قام قايل: خلاص ده قرار نهائي مني، انتوا مش هتشوفوني تاني بعد النهارده، انا راح اتجوز، حتى مش هعرف مراتي عليك. انت يا بنتي انت خلاص هتشتغلي ولا انت كده خلاص سبت الشغل؟ لا انا خلاص هشتغل. طب خلاص انت كلكم خلصانين تعالوا معايا هوصلك. وبالنسبه لك يا ابويا انا حاسس ان انت اديت الواجب بتاعك بتاع عقوبتك خلاص، فمش لازم تعذب نفسك يعني انك تيجي كل يوم وكده، مش ده كفايه عليك؟ قال له: لا انا هفضل اكفر عن خطاياي واعتذر عنها طول حياتي، ومش لازم تراقبوني، وانا هحاول احمل كل فيكم من اي حاجه ممكن تزعل. لو في سبب ان انا عشت عشانه فاظن انه هيكون ده. قال له: ياه ده هيكون جحيم عليك. قال له: انا عارف، ولكن انا اللي قبلت اني هرقص معاه الرقصه الاخيره دي. قال له: يا دي اول مره احس انك جامد يا ابويا. عموما تعالى اوصلكوا زي ما قلت. قام شوته وهو ماشي قال له: ابويا امي ما تقلقوش عليا، انا عندي اصحاب في الفصل فدايما هكون كويس واقدر ابقى اي حاجه انا عايزها دلوقتي. هنا ومشي وهم مبسوطين، وفريق الدعم بتاعه جه واستقبله هو كمان، وبدات الدنيا تبقى احسن بالنسبه لهم. هنا هوكس قام باعت له رساله قال له: ايه عملت ايه في الزياره النهارده؟ لو حابب تتكلم انا موجود. قام باعت له: ولا تقلق وقت ما احتاجك هبعت لك اكيد. هنا طبعا هو كمان اعتزل من دور البطوله لانه ما عادش عنده قدرات. قام متصل قال: يا ترى هنغير الدنيا ازاي دلوقتي؟ استاذه ميرا انا هوكس رئيس لجنه سلامه الابطال العامه الجديد. الدنيا اتغيرت قوي بعد الحرب، وشوف جنتل كريمينال ولابرافا رجعوا اخيرا لبعض لان اعفوا عنهم بعد مساعدتهم للابطال. في نفس الوقت اللي هوكس مستغرب ليه ليدي ناجن مش عايز تطلع من السجن مع ان هم ادوها افراج. ليه يا بنتي؟ لا لسه يابا، انا العالم اللي بره ده مخوفني، خايفه ان حد يستغلني مره تانية. ليه انا كنت محتاج مساعدتك. لسه اللي وراه ميدوريا للعالم في اليوم ده ازاي المجتمع هيقبله وازاي هيتصرف بناء عليه. فانا هبقى هنا لما اعرف ايه اللي هيحصل بناء على الاحداث الاخيره، ساعتها ابقى اقرر اطلع ولا لا. ولكن من هنا بنشوف في التقارير كلامهم عن شيجاراكي. ايه راي الناس الطبيعيه في الاحداث اللي حصلت؟ اللي يقول ده كان مرعب، ده انا فرحان يا سيدي انه اتهزم، ده موت صاحبتي يا عم، ده موت صاحبي كنت هتجوزه دلوقتي دمر حياتي كلها، ده دمر بيتي، ده احنا كنا فاكرينه مجرد بلطجي عمل عمليات ارهابيه اكتر خطوره من اي حاجه في العالم. ولكن مع كل ده إعادة البناء بتتم بسرعة بسبب المساعدات، ولكن في نفس الوقت في أماكن لسه المساعدات فيها متأخرة، باين قوي الدمار اللي حاصل فيها. ولكن هنا بسبب الدمار الغير مسبوق ده ميدوريا بيروح عند السجن وبيقابل سبينر عشان يبلغ الرسالة. هنا وسط ما هم سامعين الإذاعة بتتكلم، الدكاترة بلغوه إن سبينر المفروض إنه كان بيتحول لنومو، جسمه ما قدرش يستحمل القدرات، ولكن بسبب تقدمنا في الأبحاث قدرنا نوقف العملية. سبينر قال له: يا عم القاتل اللي جابك هنا؟ قال له: مش هنكر ده، ولكن انا جاي انقل لك اخر كلمات من شيجاراكي. قال له: ايه جاي تعاير واحد خلاص خسر ولا ايه؟ ده حاجه حقيره منك قوي يعني. قال له: انت عشت
ودلوقتي هبلغك الرسالة. شيجاراكي بيقول لك شيجاراكي تومورا قاتل من أجل التدمير لحد النهاية. قال له ها؟ شيجاراكي قال لك تبلغني كده؟ قال لي اه. قال لي بلغك انت سبينر. طب توجا دابي الباقي ايه؟ قال لا كان رسالة ليك انت لوحدك. فضل مصدوم شيجاراكي. كان املي. قعد يضحك لي وقال لي نحطم كل حاجة، وراني كل حاجة، كان هو الصوت بتاعي، كان هو اللي بيتكلم بلساني. لما انا كنت مظلوم بدأ يضر نفسه ويتعصب، كان هو اللي قابلني، خلى واحد زيي يحلم، اداني الامل. قلت اخيرا ممكن اعمل تغيير. هنا الدكاتره بداوا يقولوا بس لازم نوقعه على طول. عم دوريا سابه بس سيبهولي. اما ماسكه كده قال له شيجاراكي كان بطلي، كان بيحب يلعب بالالعاب، الالعاب اللي انا بحبها كان هو كمان بيحبها. هنا وسط الراديو اللي بيسمعوه ان هم مش فاهمين، هل شيجاراكي ده كان مجرد واحد بيدمر؟ هل كان وراه حد؟ هل في حد لسه ما نعرفش؟ بس احنا لو تعاطفنا معاه هيظهر له معجبين، في نفس الوقت اللي فعلا في معجبين زي سبينر بيعيط عليه وفي الراديو بيشتموه. سبينر بيقول ده كان بطلي، كان صاحبي الوحيد، كان اول صاحب ليا. قال له ايوه، وهو قال ان انا لازم ابقى البطل بتاعهم، كان دايما انتوا في قلبه. فاظن ان هو برضه بيحس بنفس الشعور تجاهكم، وعشان كده حب ان الرساله توصل لكم انتوا. قام قايل في نفسه سبينر انا عارف. للحظه حسيت فعلا اني انجرفت، في اللحظه عرفت ان احنا ما نقدرش نرجع لورا تاني، فبطلت افكر. قلت خلاص حتى لو الدنيا اتاخرت، يا خساره اني لاحظت متاخر، لو بس خدت خطوه قدام كان ممكن انقذه على اللي هو راح له. هنا وميدوريا سايبه قال له انتوا هتكملوا قتال صح؟ وعاجلا ام اجلا هتقعدوا تضحكوا وتنسوا شيجاراكي وتنسونا. انا هكتب كتاب هحكي فيه على رمز التخويف شيجاراكي، وهخليها مرتبطه بيكوا يا الابطال، الماضي ما ينفعش يموت ابدا. قال له يا ريت تكتبها ككوميكس. قال له نعم انت بتتريق عليا؟ قال له ما تقلقش انا عمري ما هنساه ابدا. قال له طيب بقول لي الاخطبوط ان هو يبذل جهده. قال برضه في حقيقه في اللي قاله، ممكن وجود رسومات يبقى جميل فعلا. ولكن هنا طلع لقى اول مايت والظابط. قال له طب كويس، بالنسبه بقى لتشيساكي اللي انت طلبت له طلب اللي هو اوفر هول. هنا اوفر هول اتصدم منه، لقى ابو قصاده. قال له ايه ده انت مش نايم في السرير؟ قال له عادي انقذوني بس انا ما بقتش الزعيم، المنظمه انتهت خلاص. قال له ايه ده يا ابويا؟ قال له انت عارف انك بعدت عن طريق الانسانيه، فانت في الاخر انتهى بيك الحل بالشكل ده. حاولت اساعدك كتير وحاولت امنعك ولكنك بعدتني عنك. قال له خلاص انا اسف يا ابويا انا اسف. قال له الوقت اتاخر، لو في حد فعلا محتاج اسفك هو ايري فعلا هتنساك، ولكن انت اللي المفروض ما تنساش اللي انت عملته فيها. وما تقلقش هكون موجود هنا كل يوم عشان اهزقك. ايه الاب ده في ايه؟ ولكن هنا ميدوريا قام شاكر الظابط على انه وصله ليه. قال له يعني على ايه العفو، بس ده برضه احسن من احنا نودي له ايري يخليه يعتذر لها. قال له طب هو احنا ممكن نعمل حاجه نمنع ان حاجه زي كده تحصل تاني؟ قال له لا ما نقدرش نمنع حاجه زي كده، تتصرف فيها ازاي؟ قام اول مايت قال له طب نطلب من هوكس يجيب شويه ابطال زياده. قال له ايه ده هو ده ينفع؟ قال له يا عم انا بقول الكلمه وخلاص، بس يعني ما تبقاش كئيب قوي لان النهارده اول سنه ليكم وانتم مش الاصغر، في سنه اولى جايه جديد فما تبينوش انكم مكتئبين قوي. قال لي ما اظنش ان احنا هنشوفهم. ولكن فعلا سنه اولى جايين كلهم بيجروا ورا تودوروكي وباكوجو، هم معجبين فيهم. ايه ده في ايه ده وقفهم، انتوا بتعملوا ايه يا جدعان؟ ازاي تجروا وراهم كده وما ينفعش تجروا في المدرسه كده؟ كلهم قعدوا يقولوا احنا شفناهم على التلفزيون، شفناه وهو بيقاتل دابي، شفناه وهو بيقاتل اول فور وان. ايوه ما لازم يخافوا منكم، ممكن اكلمكم واحد واحد بس ما ينفعش اكلمكم كلكم مع بعض كده. فالناس ايه ده هو باكوجو بيتكسف ان احنا قلنا ان باكوجو هينبسط لما الناس تحبه؟ قام دوري قالت لا كاتشان بالعكس هو اصلا عمره ما كان بيقرب من بنات، دلوقتي اكيد هيتخض لما حد يقرب منه بالشكل ده. لكن واحد منهم قام بينادي ميدوريا قال له انا شفت المعركه بتاعتك، انت اديتني شجاعه كبيره قوي، انت خليتني اعرف ان ممكن انا كمان اعمل حاجه فشكرا. هنا ميدوريا زي ما حس ان قلبه انقبض كده، قال ايه الوجع ده؟ في نفس الوقت اوراراكا حسيت نفس الاحساس الغريب. ولكن بنشوف عند ايزا وسينسي المقابلات عايزه تيجي للفصل كله، ومع ان الجزء موافق ايزا ورفض لان في جزء منهم رافض وده ليهم الاولويه دلوقتي. ولكن الفصل نزل يساعد في اعاده البناء والناس استقبلتهم استقبال جميل وبداوا يساعدوهم فيها. باكوجو شاف ايدج شوت وهو بيحاول ان هو يرجع لمستواه وجسمه الطبيعي تاني، والناس تجيب لهم اكل ويعزموهم. وفي نفس الوقت الفصل سنه اولى رجعوا اعتذر لهم وقالوا احنا شفنا اللي انتوا عملتوه فعشان كده لازم نكون بنساعد احنا كمان زي ما انتوا الهمتونا. فهنا حد رمى كلمه ان باين ان العمل الجد الهم الناس تفضل تشتغل. هنا ميدوريا واوراراكا برضه مش كويسين. اوراراكا قالت يعني اظن ان الدنيا بدات تتحسن درجه، ولكن جه الليل ورافضي قاعده تسال هو فين اوراراكا؟ انا ببعت لها ما بتردش عليا ومش موجوده، هي فين؟ ولكن هنا بنشوف اوراراكا بتفتكر اللي حصل في المعركه الاخيره ليها انها ما اتصورتش. قالت يا منظر المدينه رجع تاني يبقى طبيعي شويه عن الاول. من اليوم اللي شفنا فيه اخت الاشرار لاول مره الدنيا عمرها ما اتحسنت،
الظلام بدأ يزيد أكتر وأكتر، ولكن المرة دي باين فعلا إن الدنيا اتحسنت، واضح إن الموضوع انتهى فعلا. ده كويس، لازم أرجع إني أبقى إيجابية وأتفائل. عايز أشوف الناس بتضحك، ولكن مش عايزة أزعل مزاج الناس. ليه لازم أكبت الجرح اللي جوايا؟ ليه لازم أكبت الوجع اللي عندي؟ أنا كنت حابة أشوف الناس سعيدة، عشان كده بقيت بطل. ولكن أنا بسبب إن أنا عايشة دلوقتي بسببها، بسبب اللي هي عملته، بدأت تنهار تبتدي تعيط. قام على طول ميدوريا قام ظهر لها نطلع على طول، قالت له: إيه ده ميدوريا، أنت عرفت مين أنا هنا؟ أنا خمنت إنك هتكوني هنا، نطيت هنا بسبب ده المكان اللي احنا كنا هنا قبل كده لما عملنا الحوار بتاعنا المهم. نطيت لك بسبب ان انا حسيت انك هتكوني هنا، نطيت بقوه وان فور اول. انا قلت ان انا هرجع البيت، ايوه، ولو رجعتي كان معناه انك كويسه، لكن انا حسيت انك هتكوني هنا. ليه جيت؟ مش عايزه حد يشوفني كده، لا، بس انا عايزك انت تشوفيني، عشان انت دايما كده. حتى في امتحان القبول حاولت تساعديني، كنت عايزه تديني نقط، دايما كنت بتديني الامل، دايما بتدي الاولويه للباقيين على نفسك، دايما بتنقذي خطوه بخطوه. وراك انت بطلتي، عشان كده مش هعتمد بس على قوتك. مالك؟ قعدت تعيط، قعدت تقول: هيميكو ماتت بسببي، هيميكو ماتت بسببي. لو بس ما اتطعنتش، لو بس ما فكرتش ان اعمل حاجات مش ضروريه، قوتها سمحت للناس ان هي تنقل دمها مع الناس التانيه. طب ليه الموضوع لازم كان ينتهي كده؟ مش كان ممكن يلاقي طريقه تانيه؟ لو بس مش كنت فهمتها بدري شويه. طب لو كنا اتقابلنا واحنا عيال صغيره، مش ممكن كان الموضوع اختلف؟ هنا اللي جه في دماغ ميدوريا كلام اوراراكا دايما ومبدأها: لما البطل يتوجع ساعتها مين اللي يقدر يحميه؟ قال: انا كنت زيك، انا برضو بفكر نفس الافكار عن شجركي بالظبط. ما نقدرش نتعامل بالمعركه دي باللي حصل فيها. خلاص. اول فور وان قال لي ان الطريق اللي انا هعدي فيه هو طريق شايك، ولكن حتى لو ما كانش لينا دعوه فضلنا نساعد، فاكيد كل ده تاثير. على طول الفصل كله قام ظاهر مره واحده: ورا ركا، احنا كلنا جينا لك هنا اهو. قمت رافض قايله: طب احكي لي اي حاجه انت مزعلاكي. كله اتجمع. قام ميدوريا باصص على ايده وحس ان الجمرات بتقل بسبب النطه العاليه اللي عملها. باكوكو بص له قال له: ايه عن الجمر ده؟ انت نطيت بالقوه صح؟ هنا الكل سمع جمرات. ثانيه، يعني ايه ثانيه ميدوريا؟ انت زي ما تقولناش حاجه مهمه زي كده. قال: هحكي لكم كل حاجه. هنا وايزا وسينشي بيشوف خلاص العيال اللي هو ربهم وعلمهم قصاد عينه ايد واحده، وخلاص بتيجي حفله تكريم ووداع وياما والكل بيغني. ميدوريا بيقول: خلاص دي قوه وان فور اول. فعلا احنا كلنا بقينا ايد واحده والقوه تحقق هدفها. ولكن هنا بنشوف في بيت غريب في واحد بيقول: اشمعنى انا؟ باين عليه مش طبيعي، وفي قوه ظلاميه بتطلع في ايده. لاننا بنشوف العيل اللي شفناه اخر مره مفروض ان هو ماشي. الله، هو الناس كلها مع بعضها، هو انا ليه لوحدي؟ ولكن هنا بنشوف وسط ما العيل ده في الشارع نفس مصير شجراكي. هوكس قاعد مع اول مايت وبيقترح له الفكره الجديده، الا وهي ان الجزء من الخطه المستقبليه لما نخلص الإعمار دور الأبطال ممكن نقلل الضغط عليه شوية، نزود الناس اللي تقدر تساعد الناس. قال له: كنت فاكرك هتلغي الترتيب. قال له: الترتيب كان عامل جوانب سلبية كتيرة، ولكن أحدثه بدل ما يلغيه خالص. ولو محتاجين نحافظ على السلام ده فإحنا محتاجين أكبر من قدرتنا كأبطال. ولكن هنا عند العيل الصغير اللي ماشي في الشارع ده الكل باصص له وهو بيفكر: هو الميزة بتاعتي دي مالها؟ هنا أهل أول ما شافوها: الميزة دي الأبطال لو عرفوها هيمسكونا، يمسكوا منه، خلصوا منه، اسجنوه، ما تخلوش يتحرك، ما تخلوش حد يسمع عنه خالص. هنا اتحط في السجن، ولكن بسبب قوته دمر البيت كله. هنا وهو ماشي بالقوه الظلاميه دي عمال يقول: هو ايه اللي كان وحش فيا للدرجه دي؟ ليه خيطوا لي بقي؟ ليه انا استاهل كل ده؟ ليه ده الناس دي المفروض بتضحك وانا لا؟ ولكن هنا ست عجوزه قامت ماسكاه: يا حبيبي انت كويس؟ خافت شويه ولكنها افتكرت وان هي اصغر شويه كانت قابلت شجراكي. ساعتها قالت له: بص، يعني في بطل اكيد هيجي يلحقك. قالت: انا لسه بسال، هل فعلا كان في بطل جه لحقه ساعتها؟ ساعات بيجي لي الحلم ده بالليل، هل كان المفروض اخده معايا؟ هنا هوكس بيقول: اللي ميدوريا عمله في اليوم ده انا متاكد ان هيجي يوم ورسالته هتوصل للكل. هنا قامت شاده بايده، والشيء اللي ما قدرتش تعمله ساعتها مع شجراكي وهو قوته الظلاميه هديت خالص. هنا ميدوريا على ما وصل لقى ان كل حاجه امان ومفيش اي مشكله، وعلشان واحد بنفس مصير شجراكي لقى اللي يمديله ايده منع كارثه كان ممكن توصل انها تكون زي شجراكي. فهوكس بيقول: مجتمع ما بينشغلش فيه الابطال بكل حاجه ممكن يحافظ على السلام، لان الكل مشارك فيه.
ولكن هنا بنوصل لأبطال القصة، بنشوف من أول ميدوريا اللي بيقول الناس ما اتخلقتش زي بعض، كل واحد فينا مختلف بشكل ما، عشان كده بنهتم ببعض سواء جسمنا سواء أرواحنا. الواد الصغير بيقول لي ميدوريا سينسي، وبيسأله على حاجة. ميدوريا سينسي بعيدا عن انه شكله في النص كده كانه تبع اول فور وان، شكل ميدوريا هيبقى هو الشرير بعد كده، ولكن ميدوريا لما كبر بقى هو المدرس. بيكمل كلامه بيقول ايوه انا ممكن اكون ادركت كل حاجه، ولكن الاصوات اللي انا سمعتها في اليوم ده عرفت ان ده لسه مأثر فيا، لو اني اهتم بحد واخد معاه خطوه بخطوه هي دي البطوله. ففي اليوم ده الكل كان اعظم بطل، نقدر نقرب مع اللي نقرب منهم، اللي شبهنا اللي مش شبهنا نحاول نشوف طريقه نقرب منه، نعيش مع بعض ونحاول نشد بعض للمستقبل. هنا بنرجع تاني لايامهم، ايام المدرسه. فترات عدت عليهم وهم بيحاولوا يجهزوا للرخصه الاخيره، الكتاب بتاع سبينر بدأ ينتشر في السوق والناس تبتدي تقراه، خلاص بيجهزوا لحفله التخرج ويجهزوا ما بعدها، وبنوصل اخيرا لحفله تخرج ميدوريا، والكل بيحتفل وبيفخر بيهم على اللي هم عملوه في العالم دلوقتي. بيخطب ايده رائد الفصل، وكل ده قصاد عيون المدرسين وخصوصا ريزر هيد واول مايت اللي عاش بما فيه الكفايه انه يشوف العيال اللي هو كبرهم وهو عمال يعيط من الفرحة عليهم. هنا ايده يقوم قايل اهم حاجة احنا عملناها عشان نخلص من الشر ده هو ان احنا حطينا ايدينا في ايد بعض وشجعنا بعض، وحتى بعد ما نمشي من المدرسة دي انا متأكد هنفضل نحافظ على البطولة اللي احنا حققناها هنا. وهنا قام باكوجو مدمر المدرسة، قال لك بلا مدرسة بلا بتاع، بقى مفجرها تقريبا، وكان ناوي يموتهم لو كانوا سابوه شوية كمان. هنا هم خلاص ماشيين وعاملين لهم الممر الشرفي، ميدوريا قام باصص على اول مايت اللي عمال يعيط وهو شايفه بيتخرج قصاد عينه. قال انا اول مايت اداني قوه وان فور اول، وعشان كده قدرت اعيش ان اكون بطل. كان حلم انا ما استحقتوش بس اتحقق. حكايتي ابتدت لما انا اندفعت بقلبي قبل عقلي، ودلوقتي بنشوف ان اخر جمره خلاص بتروح من ايده وهو بيقول طبعا بتساله ليه لسه بقول السطور دي، ما انا خلاص ما عادش عندي مستقبل، ولكن لسه في الحلقه شويه. هو اللي قال كده مش انا، ماليش فيه. بيكسر الحاجز الرابع ويكلمنا الكابتن. بتعدي 8 سنين بنشوف في مدرسه ان هم بيبتدوا يكتبوا الرغبات بتاعتهم، يا ترى هم عايزين ايه، واللي عايز يبقى بطل واللي عايز يبقى دكتور واللي عايز يبقى بيصنع ادوات. ولكن كان في واحد عايز يبقى بطل، هما بيتريقوا عليه انت بطل يا ابني، انت ما عندكش قدره كويسه، انت اصلا ما عادش في جرايم بما فيه الكفايه، ما هيحتاجوك انت عشان ايه، ده ممكن يقللوا الابطال اصلا. هنا طلع وقام ماشي مع نفسه، الناس اتغيرت قوي. لما كنت صغير انا فاكر كلنا كنا بنحلم نكون زي اول مايت، زي اندفار، زي بيست جينيوس، ديكو، باكوجو، شوتو، اي حد من الناس دي. دلوقتي الناس ما عادتش كده، اظن ان انا الوحيد اللي بقيت عندي نفس الحلم ده، وعشان كده كل ما اجي اروح اقف قصاد تمثال اول مايت باجي نفس المكان ده، هل ممكن ابقى بطل في يوم من الايام؟ هنا بنشوف في الاخبار ان امامورا مفروض ان هو بدا يجهز هدفه ان هو يمنع التميز ما بين الناس، وبدا يتكرم على جهوده في الموضوع ده. وايده عمل فرقه فيها اوراراكا، ومفروض ان هم شغالين في ان هم يعلموا الناس وان هم يرشدوا الناس بقدراتهم. هنا ريزر هيد قام جاي لميدوري قال له الحق يا عم، صاحبك القديم عامل مصيبه تانية، شفت ده هيقلل ترتيبه تاني. واحد قرب منه وهو بيصوره قام مزعق فيه، قال له تحب موتك ولا ايه يا عم؟ يا عم باكو ده ينفع الشرير المثالي بعد كده في القصه بما ان ما عادش فيه اشرار. قال له انت كنت بتحاول تخليه يتكلم بشكل كويس؟ قال بس ما ينفعش كالعاده، يعني كده تودوروكي هيتفوق عليه يا عم. قال سمعت ان هو بيتعامل مع الناس ليل ونهار. فعلا يا عم بيتعامل مع الناس ليل ونهار وبيتعامل مع الناس كويس كمان، لدرجه ان الناس بدات تنسى اصلا ان هو ابن اندفار عكس البهيمه التاني. قال طب والله كويس، شغال كويس، ده غير يعني كده ممكن يقرب من توجاتا اللي هو بقى رقم واحد. احنا بنهبط قوي في المستوى بتاع الابطال الصراحه، توجاتا ايه اللي رقم واحد؟ قعد ميدوريا يتكلم على مستقبل الابطال وكل واحد وصل لايه. قام ريزر هيد قال له انت وحشك الموضوع صح؟ قام باصص كده قال له يعني انا فاكر قبل كده لما انت كنت بتتكلم مره مع حد، اللي جه في دماغي ان انا عارف ان انا هوصل في الاخر اني ما عنديش قدره، ما بقاش عندي حاجه اعملها، فلو انا استطعت بس ان انا اوصل اللي عندي ان انا الهم الباقيين على الاقل كنت عملت حاجه كويسه، فانا دلوقتي كويس صح؟ قال له المفروض تكون شديد شويه مع طلاب حضرتك. قال له والله ماشي. قال له ايوه دلوقتي اي حد ممكن يخش المدرسه، اصلا ممكن تشك ان هو ممكن يكون ابطال، فلازم لما تشد عليهم شويه ما يتغروش، انت فاهم صح؟ لكن انت كنت لطيف معانا، انا كنت لطيف معاكم، يلا طب يلا نروح من هنا. لكن ميدوريا قام ماشي في طريق، شوف صور اصحابه وهم في الشارع، قال ياه بقالنا كتير قوي من ساعه التخرج والكل اشتغل، صعب قوي نتجمع كلنا بسبب الاجازات. فواقف وبيشوف الناس بتشجع اصحابه، يقف قصاد تمثال اصحابه وتمثال اول مايت. قال دايما بحضر المكان ده وافتكر ذكرياتي ايام المدرسه
المدرسة. هنا في عيل صغير قام واقع، قام على طول جاري. ميدوريا لسه فيه العادة إن قلبه بيتحرك قبل عقله، ولكن لقى ان في واحد كمان بيتحرك نفس الحركه دي وبيحاول ينقذه. لكن ميدوريا ساعتها انقذه وشد في ايده، قال له انت كويس؟ قال له ايه ده، انت ديكو انت ميدوريا ايزوكو؟ ايوه ده انت بجد؟ مش مصدق نفسي. قال له طب قوم بس قوم، مالك في ايه؟ انت مين؟ قال له انا بستعد للمرحله الثانويه. قال لي طب كويس والله، ياه الزمن بيتغير. قال له على فكره بقى انا مش عارف الاحق صحابي في الفصل، وميستي كمان اضعف من ميزتهم، عشان كده كل شويه اجي واسال تمثال اول مايت، فهل انا ممكن ابقى بطل زيكم؟ هنا ميدوريا باصص، ده نفس اللي كان بيعمله بالظبط وهو ما عندوش قدرة. كان بيجي يسأل نفس السؤال، افتكر نفسه وهو بيتمنى كده من اول مايت، وهو دلوقتي ده بيتمنى من ميدوريا. اما ميدوريا ضاحك، قعد يفكر ويعمل زي ما بيعمل. قال له انت قدرتك كذا، لو طورت هتبقى كذا. قال له ايه ده يا عم، ده بيشجعني ده ولا بيخوفني ولا ايه؟ قام قايل في نفسه ميدوريا لما الحلم يتحقق يجي الوقت ان ندي الفرصه ان الاحلام الباقيين كمان تتحقق. قال له ما تقلقش، في النهايه انت حاولت تساعد هناك، انت ممكن تكون بطل. ودلوقتي بنشوف ان ما عادش موجود تمثال اول مايت بس، بقى تمثال ابطال كتير قوي وناس عاديه كمان منهم ممكن يكونوا ابطال. وزي ما كان دايما اول مايت بيقول له يلا شاب اعمل اللي عليك، قام قال في نفسه وهو راجع هكدب لو قلت ان انا مش وحشني الموضوع ان ابقى بطل، ولكن لو اقدر ان الهم الناس بنفس الطريقه دي على الاقل يبقى كويس. هي دي حكايه ازاي بقينا اعظم ابطال. ومن هنا بنشوف النهايه اللي بيظهر اول مايت وبيرميها في الزباله، وبيقرر ان في زياده في النهايه. بيلاقيه واقف له على باب المدرسه. قال له ايه ده، انت جيت امتى؟ لو كنت قلت لي كنت استناك في المطار. قال له بص انا جبت لك هديه. قال له جبت لي ايه بالظبط؟ قال له البيانات اللي انا جمعتها خلال معركتي مع اول فور وان قبل 8 سنين، اتفضل هي دي. اظن لقيت نتائج مذهله. فزي ما الميزات بتتطور التكنولوجيا كمان بتتطور، وبصفتك شخص قبل كده كان عنده ميزات كتيره فانت مناسب للمهمه دي. قال له ايه ده، بس ده اكيد كلفك فلوس كتير قوي عشان تعمل كده. قام فتح حلقه فجاه اتفتحت على شكله. قال له صاحبي والشاب هناك ساعدوا ان هم يعملوها، وده كله كان من استثمار اصلا اعضاء الفصل ايه سابقا، وخاصه باكوكو. الفصل كله حاول يرجعه تاني يبقى معاهم ومشاركه. والمايت قال له انا عارف الحقيقه، انت لسه بتنط جوه المعركه زي ما انت دايما صح، خد ده وكمل حلمك، دي قوه انت خدتها بسبب جهدك يا ميدوريا. هنا والجهاز بدأ يمسك على ايده تاني، وحلم ميدوريا رجع تاني من جديد بسبب اول مايت للمرة التانية. ما عادش قادر يمسك نفسه من العياط من اللي هو شايفه قصاده تاني. هنا هوكس قام مديهم اتصال باين ان في زلزال في منطقة معينة، لو تقدروا تروحوا هناك يبقى كويس. قام على طول راح هو اول مايت بالشنطة الجديدة، لقى ان الفصل ايه كله مستنيه، وباجوكو بيمدله ايده. قال له يلا يلا ديكو تعالى معانا المره دي. كلهم واقفين يستقبلوه بعد الهديه اللي هم قدموها له عشان يرجع لحلمه تاني. وقام على طول جاري ولابس الدرع بتاعه ورجع تاني انه يكون بطل ويكمل في حلمه بالمتاح حاليا. وهو بيعدي زي ما يكون شايف خيال شجراكي لسه عايش جواه بعد كل ده. ولكن على كده الحكايه بتخلص، قصه ان الكل بيساعد بعضه علشان الكل يحقق حلمه، وبكده تنتهي حكايه بوكو نو هيرو للابد. بس ده اللي كان عندي الفيديو ده، اتمنى يكون ملخص الموسم عجبكم ويكون الموسم نفسه عجبكم، وبكده بنودع بوكو نو هيرو للابد. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وسلام.